احدى الايام كان في قاتل مأجور الاقوى على الاطلاق والافضل على مر العصور، واسمه هو تارو ساكاموتو الاقوى بدون منازع. الكل بيخاف منه، وبنشوف واحد بقى بيترمي من شباك العماره ديت، وبنخش جوه العماره وبنلاقي مجموعه من العصابات بتحاول تهجم على ساكاموتو. لكن على مين؟ ده ساكاموتو يا باشا. اول واحد بيهجم عليه رقبته بتطير، والتاني لقى نفسه واقع جنب صاحبه قبل ما يفكر حتى، وكل اللي موجودين بيلاقوا نفسهم مره واحده كده بيقعوا على الارض. دوت مش مجرد قاتل مأجور، دوت هو الموت اللي هيجيلك. كل العصابات بتخاف منه وبتهابه، ولكن في احدى الايام وهو رايح يجيب حاجه من السوبر ماركت دوت، في حاجه غيرت حياته بالكامل. ايوه، شاف القمر ديت قدامه، وفي تلك اللحظه العالم توقف، الانفاس حبست، لم يفكر. كل اللي بيعمله ان هو بيبص في عينيها، وفي اللحظه ديت الراجل اللي العالم كله بيخاف منه وقع في حب هذه المره، وساب عالم الاجرام ورمى الماضي ورا ظهره، وعلى طول اتجوز منها وخلفه كمان. والسفاح الاسطوري بالفورمه بتاعته ساكاموتو بقى زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، بقى عامل زي البند، جاب من الاخر دوت يا معلم. ولكن يا صديقي الماضي مش هيسيبك بالسهوله ديت. نروح بقى لضاحي طوكيو وبنشوف شخص بيقول انا لقيتك اخيرا يا ساكاموتو. وعند ساكاموتو بقى اللي بيكون قاعد كده في البقاله بتاعته وجنبه مراته وبنته. بنشوف العيل الصغير دوت اللي بيقول لساكاموتو انا لو سبت الهدف دوت اخد اي حاجه من المحل مجاني، مش كده؟ فبيقول له بيحاول ان هو يسيب الهدف ولكن ما بيعرفش. بيروح يجيب السهم، وفي نفس اللحظه ديت في شخص بيخش للمحل وهو بيوطي يجيب السهم كده، ساعتها الحبر اللي معاه بيقع على الشخص دوت. بيقول له انا اسف ولكن ده ما بيقبلش الاحتساب بتاعه، وبيمسكه بيكون هيضربه. بس ساكاموتو بيمسك ايده وبيرزع القلم دوت في رقبته، بس بيتضح بقى صديقي ان هو ما عملوش اي حاجه، لان هو كان بيتخيل ان هو عمل له كده. الشخص ده طبعا بيخاف وبياخد بعضه وبيمشي. شين بيقول له على فكره الحركه اللي انت عملتها دي كانت ذكيه جدا، طبعا انت فاكرني انا شين العراف. ولكن دوت ما بيردش عليه وبيروح يديله بالكف في وشه، بس برضه هو بيتخيل ان هو عمل فيه كده. في الاخر بيتعرف على شين علشان هو كان شغال معاه قاتل مأجور قبل ما يتقاعد. بعد كده الاتنين بيقعدوا، وشين بيقول له هي فعلا الاشاعات كونك قاتل مأجور متقاعد حقيقيه؟ فبيقول له لا، انت لازم ترجع لعالم الاجرام مره تانية يا ساكاموتو، انت كده بتضيع مهاراتك. انا تقاعدت عن كوني قاتل مأجور. شين بيتضايق وبيقول ده انت كنت مصدر رعب لكل المجرمين، انت ايه اللي بيخليك تتخلى عن ده كله؟ بس دوت مطنش وقاعد عمال ياكل في الرامن. شين بيتضايق وبيطلع السجاره ديت علشان يشربها، ولكن فجاه دوت بيقسمها نصين وبيقول له بص كده ورا، التدخين ممنوع. شين حرفيا انصدم من السرعه الاسطوريه اللي عنده، على الرغم ان جسمه بدين. انا تخين ولكن نينجا. الشخص ده بيقول لساكاموتو انا عايز اطلب منك مساعده. شين بيتوقع ان الشخص ده بيطلب من ساكاموتو ان هو يقتل له حد، بس بيتضح بقى صديقي ان الشخص ده طلب من ساكاموتو ان هو يقص له الاشجار، وبالفعل بيقصها بسرعه خرافيه. الست دي بتقول لساكاموتو انا بنتي ما بتاكلش، خد اكلها، وبالفعل بياكلها. الاثنين دول بيقولوا لساكاموتو احنا مش معانا غير كره واحده، بس احنا اتنين. فساكاموتو بياخد الكره وبيقسم الكره لكورتين وبيدي كل واحد واحده. شين بيقول لساكاموتو انت بتحاول تخفي هويتك مش كده؟ بس على فكره منظرك سخيف جدا. بيسيبه وبيروح يركب العربيه بتاعته. بيقول لساكاموتو عدى 5 سنين من ساعه لما انت تقاعدت، لكن برضه انت فعلا مذهل جدا، وانا بتمنى انك ترجع تشتغل معايا مره تانية. وعمال يخبط في العربيه. ساعتها زعيم العصابه اللي فيها شين بيتصل عليه وبيقول له قتلته؟ فبيقول له لا. طب اقنعته يرجع لعالم الاجرام مره تانية؟ انا اول لما رحت له لقيت جسمه مليان وفاتح سوبر ماركت وقاعد جنب مراته وبنته، لا وكمان بيساعد الناس، فما فيش اي فايده ان احنا نقتله. شين انت عارف القوانين بتاعت العصابه بتاعتنا، لو واحد قرر ان هو يسيبنا هيموت، لو مش هتعرف تخلص علينا هبعت اي حد يخلص عليه، فاهم ولا لا؟ فشين بيقفل في وشه وبيقول شكل كده اللي انا مش عندي اي خيار تاني، وبيفتكر ايامه مع ساكاموتو وبيقول انا لو ما قتلتكش يا ساكاموتو اكيد في حد هيجي يقتلك، علشان كده انا اللي هقتلك بنفسي. وبالفعل بيروح عند السوبر ماركت وبيقول انا دلوقتي هخلص عليك يا ساكاموتو. بيخش له فعلا وبيطلق عليه نار، بس ساكاموتو بيقدر ان هو يحرف مسار الرصاص ديت بسبب اللي باينه اللي كانت في بقه. شين لسه يفكر ولكن دوت بيشتته وبيختفي من قدامه، وبيكون ورا الرف دوت وماسك الاستك دوت وحاطط فيه البانه وبيهجم عليه، بس دوت بيقدر ان هو يتفاداه وبيحدد مكانه لسه هيهجم عليه، الا ان دوت بيشتته وبيظهر من وراه بيديله رجل حرفيا بيكسر بالرفوف. شين بيحاول يتملك نفسه ولكن ما بيقدرش، وفي الاخر بيغمى عليه، واول لما بيفتح عينه بيلاقي نفسه في بيت ساكاموتو. لا وكمان بيقولوا له يلا تعالى كل، وبالفعل بيبدا ان هو ياكل، ومن جمال الاكل بيبدا ان هو يعيط، وبيبص على ساكاموتو بيلاقيه بياكل بنته وبيكون فرحان وبيقول هي ديت العيشه اللي انت عايز تعيشها مش كده؟ بعد ما بيخلص اكل بياخد بعضه وبيمشي، ولكن ساكاموتو بينادى عليه وبيقول له طالما انك زرتنا يبقى انت لازم تزورنا مره تانية. شين بعد كده بيروح لزعيم العصابه وبيكون قاعد على الارض كده، وزعيم العصابه بيقول له عملت ايه يا بوز الاخس؟ خلصت عليه ولا لسه؟ بيقول له انا فشلت في المهمه
بيقول له ليك عين انك تكلمني بعد ما انت فشلت في قتل ساكاموتو؟ ساعتها شين بيقول له ارجوك سيب ساكاموتو في حاله. الكل بيضحك عليه. يا حبيبي انت ايه اللي بيخليك تقول كده؟ الزعيم حتى مستغرب. شين هو عمل لك حاجه ولا ايه؟ هو هددك؟ بيقول له هو ما هددنيش ولا اي حاجه. فبيقول له يا حبيبي انت عارف القواعد بتاعتنا واللي هيخالفها لازم يموت. شين بيقول له خلاص لو حد لازم يتعاقب يبقى عاقبني انا، ارجوك سيب ساكاموتو يعيش. طب انت ايه اللي بيخليك تعمل كل دوت؟ شين بيقول له هي ديت افكاري وانا عايز اساعد البطل بتاعي والبطل بتاعي هو ساكاموتو. خلاص اقتل نفسك وانا هسامحك. بيقول في نفسه الزعيم اقتل نفسك وبعدها انا هروح اخلص على ساكاموتو. ساعتها شين بيقول له انا سمعتك يا زباله، انت عايز نقتل نفسي وبعد كده تروح تقتل ساكاموتو. الزعيم بيقول له اه صح انا نسيت انك بتقدر انك تقرا الافكار. بيقول خلاص انا هخلص عليكم كلكم في الوقت دوت. وفي نفس الوقت دوت ساكاموتو بيكون ماسك التليفون بتاعه اللي بيكون شايف الفيديو دوت وسامع كل حاجه بتحصل مع شين. ساعتها بيكتب رقم كده في الخزانه اللي عنده وبيفتح باب سري اللي بيكون متروس من اوله لاخره اسلحه وشكلها كده يا صاحبي هتكون دمار. وفي الوقت دوت شين بيكون هرب من العصابه وبيستخبى. امال فين الشجاعه اللي انت كنت بتقولها من شويه؟ بنعرف بقى ان هو بيهرب اصلا علشان السلاح بتاعه قرب يخلص. الزعيم بتاع العصابه بيقول اللي معاه ما تقربوش من شين علشان هو بيقدر ان هو يقرا الافكار بتاعتكم. وفي واحد بقى من اللي ما سمعش الكلام بيقول انا هقرب منه وبعد كده هضربه في نقطته العمياء. فشين بيرمي نفسه قدامه لسه بيكون هيضرب على شين ولكن شين فنشه. شين لسه يتحرك ولكن في حد بيضرب طلقه في رجله والكل بيحوطه. خلاص انا هموت. وديت كانت اخر كلمه شين قبل ما يظهر ساكاموتو الاسطوره. انت هتنجو يلا. كل اللي كانوا محاوطين شين اول لما بيشوفوه بيهربوا وبيصرخوا ساكاموتو جه علشان يقتلنا. ولكن في واحد واخد حبيتين شجاعه بيروح يهجم عليه ولكن في لمح البصر لا السلاح بتاعه متقطع 60 حته. انت لسه هتستوعب بيديله واحده اسرع من استجابته. حتى واحد تاني بيظهر من ورا ساكاموتو وبيكون هيهجم عليه ولكن بيديله واحده في وشه. الكل خايف حتى الزعيم بيستجمع شجاعته وبيقول اللي معاه اضربوا عليه نار. هو مش قادر ان هو يتفادى الرصاص بس دوت ساكاموتو اللي بيدمر اسلحتهم وبيقطعها وبيخلص على الزعيم بتاعهم في لمح البصر. الكل مذهول خصوصا شين هو دوت الاسطوره المعتزل تارو ساكاموتو. بس ثانيه صح ساكاموتو انت عرفتي مكاني منين؟ ساكاموتو بيفكك السلاح بتاعه وبيطلع بقى صديق ان هو حاطط له ميكروفون. شين بيبلي مكانه يعني انت ما كنتش واثق فيا من البدايه صح؟ ايوه انا كنت بتجسس عليه. شين لسه بيكون هيكلم ساكاموتو لا ساكاموتو بيرمي التيشيرت بتاعه بتاع المحل بتاعه عليه وبيقول له تعالى اشتغل معايا في المحل انت هتاخد 800 ين في الساعه. لسه يستوعب بيلاقي شحنه يا معلم على المحل فاكره بضاعه. الواد مصدوم من اللي بيحصل له. بتخش عليهم مرات ساكاموتو وبتمدح في شين. ساعتها شين بيسمع صوت واحده عجوز داخله للمحل وبتطلب حاجات وطبعا علشان هو بيقدر ان هو يقرا الافكار جاب لها كل حاجه والكل مبسوط منه. وكده شين حقق الحلم بتاعه بس بالعكس. تاني يوم شين بيرص البضاعه في الرفوف بتاعه السوبر ماركت وبيبيع للشخص دوت وشكله كده بقى متمرس في الشغلانه يا معلم. بعد كده بيتكلم مع ساكاموتو بيقول له يا اسطى امبارح انت كنت فاجر جدا لما نزلت ردم فحت فشخ في العصابه وشكرا ليك جدا انك انقذتني بس انا عايز اعرف انت ايه اللي ما خلاكش تقتل حد؟ فبقول له مالكش دعوه. مين بقى اللي بيكون سمع الكلام دوت؟ ايوه مراته اللي بالمناسبه بيكون اسمها اوي اللي بتقول له هو انت قتلت حد؟ انت رجعت للقتال؟ فهو بيقول لا شين بيقول له انت ما قتلتش ايه ده انت نفخت ميتين ابوهم امبارح. فبيقول له خلاص اللي قتلتك. هي بتقول له انت عارف انت لو رجعت للقتل مره ثانيه ايه اللي هيحصل صح؟ هو بينصدم. هي بتقول له هنتطلق فاهم ولا لا؟ بينصدم وبيقول لها انسي انا مش هعمل اي حاجه انا خاتم مطيع في ايدك. فبتقول له كويس جدا انك فهمت. شين بيقول له انا عكتها. فهو بيقول له ساكاموتو بيتخيل ان هو قتله يا معلم. بيقول له بتتخيل انك بتقتلني انا عايز افهم علشان عايز اقتلك من الاخر يعني. وبعد كده بيروحوا الحي نكات السين علشان يشتروا شويه بضاعه للسوبر ماركت. وساكاموتو بيقول هو دوت الحي اللي انا باجي اشتري منه البضاعه على طول يا شين. وهم جايين هنا غصب عنهم علشان اوي هي اللي اجبرتهم ان هم يروحوا يجيبوا البضاعه. شين بيقول له احنا قطعنا مسافه كبيره جدا ما احنا كنا ممكن نشتري المنتجات ديت من اي مصنع. فهو بيقول له انا جيت هنا علشان اشتري الحاجه من هنا علشان هي رخيصه وعلى خصم 50%. انت بتفكر بالطريقه ديت؟ طب كويس جدا انك بتفكر بالطريقه ديت علشان مراتك وبنتك. وهم بيكلموا كده ساعتها في بنت بتنط من المبنى دوت وبتنزل على ساكاموتو. ابو تكون بوظت له يا صديقي الزبده اللي هو كان جايبها. وشين بيقول له دي باظت خالص حرفيا مش نافعه. وبنعرف بقى ان البنت ديت نطت من المبنى دوت علشان في اشخاص بيجروا وراها والشخص دوت بيقول لها احنا هنفضل نضرب فيك وساعتها انت مش هتقدر انك تهربي مننا تاني. وبنعرف بقى ان البنت ديت اسمها له وهي بتقول لهم انتوا مش هتعرفوا تمسوا شعره واحده بس مني ايها الضعفاء. انتوا بتحاولوا انكم تتكاتروا عليا صح؟ وانا مش ههرب منكم على فكره. شين بيقول لساكاموتو اهدى ما تقومش تدمرهم. هو بيقول انا لازم ادمرهم انا كده مش هعرف اطبخ لبنتي. الشخص ده بيهجم على له ولكن هي بتضربه. التاني بيهجم عليها ولكن برضه بتديله بالرجل بتجيبه على الارض. هي متعلمه فنون قتاليه. الثلاثه دول بيتلموا عليها. الاول بيهجم عليها ولكن هي بتتفاداه والتاني بيهجم عليها فهي بتضربه. التالت بيجي من ورا علشان يغفلها ولكن هي بتشيله وبترميه. لسه هتهرب الا ان التالت بيكتفها والاتنين اللي ضربتهم بيقوموا والشخص ده بيكون ماسك سكينه وبيكون خلاص هيهجم عليها ولكن ساكاموتو بيوقف
بالسكينه وبيكسرها وفي لمح البصر بيديله بنيه بيجيبه على الارض، والتاني شين بيتولى امره. التالي بيطلع مسدس وبيكون خلاص هيهجم على لولو، ولكن هي بتظهر قدامه وبتبعد عنه المسدس وبتديله واحده في بطنه بتجيبه على الارض. شين بيقول مين البنت ديت، وساكاموتو لسه زعلان. باقي العصابه بيخش عليهم. ساكاموتو اول ما بيشوف الموضوع كده بيشيله والاتنين بيجروا يا معلم، والثلاث اشخاص دول عمالين يهجموا عليهم بالرصاص، ولكن ساكاموتو بيتصدى ليهم. هو تخين بس نينجا، في الاخر هم بيتعبوا. بعد كده بقى بنروح لحد المباني وبنسمع شخص بيقول هي البنت فين، فالشخص ده بيقول له هربت. بس ما تقلقش يا زعيم، رجالتنا بيجروا وراها واكيد هيجيبوها لغايه عندك. انتوا قتلتوا العيله بتاعتها بالكامل، ناقص بنت واحده مش عارفين تقتلوها يا مواكيس. بيقول له طب احنا هنعمل ايه، هي هربت مننا مش في ايدينا حاجه نعملها. فبيقول له انت بدون اي فايده، وبيفضل يضرب فيه بالعصايه بتاعته. وبنعرف ان الشخص دوت هو وانغ رئيس زونشوكي. هنفهم قدام يعني ايه، انت لازم تجيب لي رقبتها فاهم ولا لا. فهو بيقول له تمام، ولكن وفجاه في حد بيطير له دماغه. كل اللي موجودين صدموا، انت بتعمل ايه هنا؟ هو بيمسك دماغ اللي قطعها، والغريب ان الشخص اللي دماغه مقطوعه دوت يا صديقي بيبدا ان هو يتكلم، ولكن دوت بيقفل بقه. اخرس. اخو التاني بيخش عليه وبيقول له كفايه قتل في الناس، دول مش لعبه فاهم ولا لا، انت مش جوه لعبه. والزعيم بقى اللي في الوقت دوت بدا يقلق من المجانين دول، وبعد كده بيقول لهم انا عايزكم تروحوا ورا البنت ديت وهي معاها مفتاح انا عايزه منها، وانا لو خدت المفتاح دوت ساعتها هقدر ان انا اسيطر على السوق السوداء بتاعت الصين بالكامل، هتقدروا انكم تقتلوها وتجيبوا لي المفتاح. فهم بيقولوا له ما تقلقش، اللي هيقف قدامنا احنا هنقتله. بعد كده بقى بنروح للثلاثه اللي بيكونوا بيتنططوا كده فوق السطوح بتاعت البيوت، وبنعرف ان عيله لو ديت من اكبر 3 عائلات في الصين بالكامل. شين بيقول لها على فكره العيله بتاعتك ديت مشهوره، فهي بتقول له وطي صوتك، وعلى فكره العصابه دي بتجري ورايا علشان تاخد مني المفتاح دوت، والمفتاح دوت بتاعت الخزانه بتاعت عيلتي. فساكاموتو بيقول لها طب ما ترميه، انت هتعملي بيه ايه، ما هم كده هيقتلوكي. فهي بتقول له انسى، انا مش هرميه، ابويا وامي حرسوا المفتاح دوت بروحهم، انا لو ما حميتش المفتاح دوت يبقى ما فيش اي فايده من موتهم، ولكن انا مش قادر ان انا اواجه العصابه ديت لوحدي. ساكاموتو بيقول لها هم اتقتلوا، فهي بتقول له مالكش دعوه، انا اسف اصلا ان انا سببت لكم المشاكل، علشان كده احنا هنفترق دلوقتي. وهم بيجروا كده ساعتها ساكاموتو بيوقف شين. ساكاموتو بيقول لها هو انت بتعرفي تعملي كحكه لحم الخنزير؟ فهي بتقول له ابويا علمها لي قبل ما يموت، وانا اللي بعملها بيكون طعمها فل. شين هنا فهم ان ساكاموتو طالما ان هو قال لها الكلام دوت يبقى هو ناوي يساعدها. ساكاموتو بيقول له شكلنا كده اللي احنا مش نرجع للسوبر ماركت دلوقتي، علشان في مشاكل احنا هنحلها وهنساعد البنت ديت. بص بقى يا صاحبي، انا عايزك تنزل تدشمل زر اللايك هو وزر الاشتراك، علشان اغلبيه اللي بيتفرجوا على الفيديوهات وبيخلصوها للاخر مش مشتركين في القناه، ففضلا وليس امرا اشترك في القناه ويلا بينا نكمل. وساعتها شين بيحس بحاجه كده، ايوه في حد بيهجم على ساكاموتو. الشخص دوت بيديله رجل حرفيا بيرزعوا في المبنى دوت. ايوه هم يقدروا ان هم يلحقوا بيهم لما هم كانوا بيتكلموا، والاخوه دول بيكون اسمهم باتشولي، وهم مش عندهم اسلوب خاص، او بمعنى ادق ما بيمشوش على اي اسلوب، الاسلوب اللي هم بيمشوا عليه هو القتل وبس. اللي قرع دوت بيقول انا بجد الاهداف وبعد كده بقتلهم بدون اي ذره ندم. واخو التاني بيقول اي مشاكل بتقف قدامنا احنا بنقتلها، وانتوا وقفتوا قدامنا ايها القردة علشان كده انتوا هتموتوا. شين بيقول هو مين الاشخاص دول يا لوفي؟ هي بتقول له الاتنين دول هم قتلة متسلسلين ما بيرحموش، الهدف بتاعهم تماما طالما ان هم جات لهم مهمة لازم ينجزوها لو واحد منهم مات. هم بيقولوا ايه ده احنا مشهورين بقى واحنا ما نعرفش، هو المفروض القتلة الموجودين ما يكونوش معروفين، بس احنا مشهورين، بس احنا كده حاسين بالعار علشان احنا كده ما قدرناش ان احنا نخفي الهوية بتاعتنا. ساعتها شين بينقض على الاول وبيهجم عليه بالبنية، ولكن دوت بيصده وبيقول له هو انت غاضب علشان قتلت صاحبك؟ انت حساس جدا يا حبيبي، ولكن انا هقتلك انت كمان. بيقول له مين اللي مات؟ انت ما تعرفش السيد ساكاموتو كويس، انت مجرد هوا بالنسبه له. اللي قرع بيزن مورالي وبيكون خلاص هيقتلها، ولكن هنا بيتصدى ليه ساكاموتو. ايوه ظهر في المكان وبيقول لي ليه فطاير الفاصوليا الحلوه هتكون افضل من كحكه الخنزير، ما بيفكرش غير في الاكل يا معلم. وبسبب دخول ساكاموتو الرايق دوت اللي بيسبب حرايق المبنى اللي هم واقفين فوقيه، الخرسانه بتاعته بتتكسر وبينزلوا للدور اللي تحت. ساكاموتو بيقول كويس جدا ان احنا نزلنا كده مفيش حد هيشوفنا. الاخوه في الوقت دوت بداوا يحسوا ان الشخص دوت مش عادي تماما وان هو قوي جدا، والاقرع بيقول الشخص دوت كان ممكن يقتلني بالضربه ديت لولا ان جسدي صلب بس. بعد كده ابو شعر بيقول له انت لازم انت تسلمينا المفتاح فاهمه ولا لا، يا اما هنقتلكم انتوا الثلاثه. فهي بتقول له انسى، المفتاح دوت كنز عائلتي وانا مش اديهولك حتى لو على مماتي. فبقول لها كويس جدا ان هي طلعت منك، انت لازم انت موتي، انتوا بتهتموا بحاجات كده تافهه
تافهه، المفروض تهتموا بحياتكم وبعد كده تهتموا بالحاجات التافهه ديت. فهي بتقول له اخرس، بتكون لسه هتهجم عليه ولكن ساكاموتو بيوقفها. هي بتقول لهم انا ما طلبتش منكم المساعده، انتوا اللي بيخليكم تساعدوني، بس انا برضو مش هديهم المفتاح بتاع عيلتي دوت، الكنز اللي ابويا وامي ضحوا بحياتهم علشانه، علشان كده انا لازم نحميه. ابو شعر طويل بيهجم عليها ولكن ساكاموتو بيتصدى ليه. هو مصدوم، هو انت شفت ايدي ازاي؟ بعد كده بيقول لساكاموتو انت لازم تخليك في حالك وادينا البنت دي بدل ما تموت. صديقي الواد دوت بق اخره يتكلم وبس. بعد كده بيكمل كلامه الصيص وبيقول له ما تتدخلش، فاهم انا ممكن اقتلك. ساكاموتو بيقول له انت اخرك بق، ما تقتلني يلا قتلني ما يلا، ولا انت اخرك كلام يا تافه. الاثنين ساعتها بيطلعوا الاسلحه بتاعتهم وبيقولوا له تمام احنا هنقتلك دلوقتي، وبيفضلوا يهجموا عليه بالسيوف. يلا استعد علشان تموت دلوقتي. ولكن ساكاموتو بيقدر ان هو يتفادى كل هجماتهم يا صديقي وهو واقف مكانه. القرع انصدم، ايه يا ابني دوت؟ هو بيقول له ايه ده؟ انا رقبتي وجعتني من كتر تلويحها. هم مصدومين، هو ازاي قدر ان هو يتفادى كل هجماتنا؟ ده مفيش حد بيقدر ان هو يتفاداها، وازاي هو بيقدر ان هو يتحرك بالسرعه ديت؟ ده جسمه مليان. الشخص دوت مرعب فعلا. بعد كده بيقول لاخوه يلا استعد علشان احنا دلوقتي هنستخدم الحركه السريه بتاعتنا. فهو بيقول له تمام. وبعد كده بيقول له ساكاموتو انت بقى الشخص الثالث اللي هيشوف التقنيه الخاصه بتاعتنا. ولكن دوت يا صديقي بيمسك حله وطاسه وبيروح يهجم على الاول بالحله، بيخليه يجيب دم، التاني بيتعصب وبيروح يهجم عليه ولكن بيتصدى ليه بالطاسه يا معلم. هو بيكون مصدوم، الشكرم بتاع المفروض يكون صلب ما بيتكسرش، هو ازاي قدر ان هو يكسره؟ لا وكسره كمان بمجرد طاسه. ساعه ساكاموتو بيتعور في صبعه وشين بيروح يعالج ايده. هو بيقول انا بقالي كتير جدا ما حسيتش بالشعور دوت، بس لو مراتي عرفت هتتطلق مني. طبعا الجبان بيقول انا زهقت من الاثنين دول، علشان كده انا هتخلص منك انت يا لو. وبيروح يهجم عليها وبيكون خلاص هيسيبها، ولكن شين بيظهر من وراه وبيلف الحبل دوت عليه وبيقول له كفايه بقى، وبيشيله وبيهبده في الارض. وساكاموتو بيشيل الرف دوت وبيرزعه على بطنه. ايوه كده احنا قدرنا ان احنا نخلص على الاثنين. هي اللي المره الثانيه بتقول لهم هو انتوا مين بالظبط؟ احنا مجرد عمال شغالين في سوبر ماركت كده. فهي بتضحك وبتقول لهم انتوا الاثنين فعلا مريبين. بعد كده بنرجع بقى تاني للزعيم وانج ايه اللي بيتكلم مع اللي موجودين وبيقول لهم الاخوه دلوقتي راحوا يجيبوا المفتاح من البنت، وانا دلوقتي واقف قدام الخزانه بتاعت عيلتها. انا كنت مستني اللحظه دي بفارغ الصبر، وانا اخيرا هحقق الحلم بتاعي وهسيطر على السوق السوداء بالكامل. ولكن وفجاه بيلاقي الاثنين داخلين عليه وهم متكتفين، واللي عملوا كده طبعا هم شين وساكاموتو. هو بيكون مصدوم ولكن هي بتقول له ما تنصدمش يا حبيبي وما تتكلمش ولا كلمه. هو بيترعب منها وبيقول انا اسف انا مش هعمل كده مره تانية، ارجوكي ما تقتلنيش. فهي بتقول له احتضارك دوت مش هيرجع ابويا وامي، انت دلوقتي هتكفر عن ذنوبك وانت هتروح للجحيم. وحرفيا بتعمل من وشه بطاطس. وساكاموتو بقى ايه اللي بيتخيل ان هو بيقتل شين. هو بيقول له طب انت ايه اللي بيخليك تقتلني؟ انا مش فاهم ايه اللي بيخليك تفكر انك تقتلني. لو بتبص على الثلاثه هم مرميين كده وبتقول كده كفايه، انا لو قتلتهم كده كده مفيش اي حاجه هتتغير، علشان كده انا هعفو عنهم. وانا ابويا علمني ان انا اعيش حياه سعيده وما اسعاش ورا الانتقام. هي ساعتها بتروح عند البوابه ديت وشين بيقول لها انت رايحه فين يا الصينيه؟ فهي بتقول له اخرس وما تنادينيش بالصينيه، انا اسمي لو تمام، وانا دلوقتي معايا المفتاح وهفتح دلوقتي الخزانه بتاعت عيلتي. وفي الاخر بتفتح الخزانه والغريبه يا صديق هم اللي بيخشوا قبلها. هي بتتسحب من وسطهم كده وبنعرف يا صديق ان الخزانه ديت مليانه بذهب وفضه وياقوت، فيها كل حرفين اللي نفسك فيه، لا وفيها كمان سيوف نادره جدا. شين بعد كده بيروح يمسك الكتاب دوت وبيبدا ان هو يقرا فيه، وبيعرف بقى ان الكتاب دوت الكنز رقم 1 لرئيس عائله لو. وبنعرف بقى ان الخزانه دي كانت كل عيله لو بتحوش فيها، علشان زي ما انتم شايفين كده مليانه بذهب وياقوت. وساكاموتو بيكون يتزين يا اسطى بشويه حاجات كده وبيقول بس دول ليا. ولكن هي بتسيبهم يهبلوا مع بعضهم كده وبتروح عند الازازه ديت وهي بتقول هي ديت الساكي اللي ابويا سابها لي، اول لما عمري يكون مناسب انا هشرب منها. وبتبدا ان هي تعيط وبتقول لهم على فكره الساكي دوت ألذ ساكي في العالم، انا اول لما اوصل للسن القانوني انا هصب لكم واخليكم تشربوا معايا. فهم بيقولوا لها عارفه لو ما طلعش جميل هننفخك. فهي بتقول لهم تمام. وبعد كده بتحط لهم كيكه لحم الخنزير اللي طلبها يا معلم ساكاموتو، وبيبداوا ان هم ياكلوا. هي بتقول لهم ايه رايكم فيها؟ فهم بيقولوا لها طعمها جامد جدا، وهي بتاكل منها وبتقول ايه ده انا فعلا شاطره في المطبخ، حد يتجوزني بقى. وتاني يوم في الحي الصيني الحكومه بتوصل عند المبنى اللي كان بيتقاتل عليه ساكاموتو، وبيبداوا ان هم يحققوا في تكسير البيت. بعد كده بقى بنروح لشين اللي بيكون قاعد كده ولا شغل ولا مشغله. ساكاموتو بيخش عليه بيقول له انا مصدع جدا، فبيقول له تعالى اقعد مكاني، وبيجيب له عصير علشان يشربه. ساعتها لو بتخش عليهم
هو مظلوم، ده لبس المحل، انت اللي جابك هنا. فهي بتقول له ساكاموتو قال لي لازم انت تيجي تشتغلي معايا في المحل. شين بيقول لساكاموتو هو فعلا انت هتخليها تشتغل معانا؟ فهو بيقول له انت عندك مانع ولا ايه؟ فهو بيقول له لا بس يعني انت اي حد تقابله كده في الشارع تقول له يلا تعالى اشتغل في السوبر ماركت، في ايه يا عم؟ بعد كده بيقول لساكاموتو صح انا عايز اعرف انت ايه اللي ما بيخليكش تقتل المجرمين على الرغم ان هم بيهجموا عليك وفي نيتهم ان هم يقتلوك؟ فهو بيقول له دوت قانون عيلتي، لو انت عايز تعرف القوانين بتاعت عيلتي خد الكتاب دوت اقراه. بيفضل يقرا فيه وبيعرف بقى ان القانون بتاع ساكاموتو ان مفيش حاجه اسمها قتل. طب يا ساكاموتو انا لو قتلت بالغلط هقتلك. فهو بيقول له بجد هتقتلني؟ فبيقول له ما عنديش اي مانع الا انا اقتلك. وبعد كده بقى بنروح للناس دول ايه اللي بيقولوا ساكاموتو وشين انتوا اللي الدور جاي عليكم وشكلنا كده يا صديقي هنخش على معركه جايه. انا عايز اعرف يا ساكاموتو انت لما القتله المأجورين بيسعوا خلفك انت ايه اللي ما بيخليكش تقتلهم على الرغم ان هم عندهم نيه ان هم يقتلوك؟ فهو بيبدا ان هو يحكي له قبل 5 سنين انا قابلتها وكنت جايب لها هديه ولكن نسيت اغير هدومي علشان كنت بعمل بيها عمليه والدم كان على وشي بسبب القتل. يعني ايه قتلت حد؟ انت مش قلت انك مش هتقتل حد تاني؟ ما هو دوت شغلي وبصي انا جايب لك هديه اهوت. ولكن هي بتقول له انا مش عايزاها، انا مش عايزاك تجيب لي هديه ملطخه بالدماء علشان كده انا مش هاخدها. طبعا هو مش فاهم هي قصدها ايه وهي بتقول له طالما انك مش هتبعد عن القتل ابعد عني. وبعدها بتقول له انا اسفه يا ساكاموتو مش ينفع ان احنا نفضل مع بعض لو انت فضلت كده، يلا سلام. وبتنط من اعلى المنحدر ودوت بدون اي تردد بينط وراها علشان يلحقها قبل ما تقع وبيقول لها طالما انت هتموت يبقى انا لازم اموت معاكي. الاتنين بينزلوا على الارض واضح كده ان الوقعه كانت قويه جدا ولكن يا صديقي ما فيش اي حد من الاتنين بيتاذى علشان هم وقعوا على التلج. اللي بتقول له شفت ما ديك انت بتحبني وبتخاف عليا مش كده ولا يا ساكاموتو؟ علشان كده انت لازم تبعد عن اللي انت فيه دوت. بيقول لها انا اكيد بحبك. فبتقول له تمام الناس اللي انت بتقتلها برضو عندها ناس تحبها وبيخافوا عليهم زي ما انت بتخاف عليا كده، علشان كده عدني يا ساكاموتو انك مش هتقتل حد تاني. ديت هي قوانين عيلتنا، لو انت عايز تتجوزني لازم تمشي على القواعد ديت وكتعويض عن الناس اللي انت قتلتها ودمرتها انت لازم تساعد الناس الباقيه. فاهمني؟ انت كده مش هترجع لشغلك مره تانية، انت هتبدا تساعد الناس بدل ما كنت بتاذيهم. تمام؟ فهو بيقول لها اللي انت تأمري بيه يا امر انت. كده بنشوف شين هو عمال يصرخ في لوب بيقول لها انت متاخره قوي. فهي بتقول له متاخره مين يا عم؟ ده انا ما كنتش عارف اصلا البس ايه. شين بيبص لها بقرف وبيقول لها تختار ايه؟ ده انت لابسه بيجامه وجاكيت، فين الصعب في كده؟ خلينا نخمن انت عمرك ما اشتغلت قبل كده صح؟ فهي بتقول له ايوه بس انا كنت بشتغل احيانا مع ابويا. وتخيل بقى صديقي ايه الشغلانه اللي هي كانت شغالاها؟ ايوه شغاله بتحفر وبتدفن الكنوز بتاعتها. ديت شغلانه يا معلم. بقول لكم اصحابي ان احنا اخيرا فتحنا حساب تيك توك هننزل عليه افضل اللقطات من الملخصات اللي احنا بنلخصها، ده غير طبعا الكواليس اللي بتحصل معانا واحنا بننتج الفيديوهات، حرفيا حاجات تشل. فبتمنى منك انك تروح هناك وتشترك، عايزين نوصل 10000 مشترك. وروني دعمكم هناك يا اساطير ويلا بينا نكمل. واصح اللينك تحت في التعليقات. شين بيقول لساكاموتو اتصرف مع البنت ديت يا اما هقتلها يا اما تطردها يا اما اقتلها، اتصرف. انا مش ينفع ان انا اشتغل مع واحده زباله زي ديت في نفس المكان. انا وانت لما بنكون قاعدين الجو بيبقى هادي، شوف اول لما هي جت المكان بقى صاخب جدا. هي بتقول لهم هي فين الاجواء المسالمه ديت؟ شين بيقولها انت مالك ما تتدخليش. اخيرا ساكاموتو بيتكلم وبيقول لشين اللي انت بتقوله دوت مش رائع. وبعد كده بيقول له انت لازم تعتذر لشين علشان انت اول لما دخلت عملت دوشه. انا وشين وانتي احنا الثلاثه اصدقاء تمام؟ بعد كده بيقول لهم خلاص احنا اتعرفنا على بعض كل واحد يلا يروح يشوف شغله. هما بيقولوا له طب احنا هنعمل ايه؟ بيقول لهم خلاص شين روح نظف بره وانت يا لو روح اعملي لي فطار والفطار بتاعي انا عايز اكل لحمه. طبعا انت مصدوم يا صديقي علشان ساكاموتو ما بيتكلمش بالكميه ديت من ساعه لما بدانا الانمي. حتى شين مستغرب، هو لما كان قاتل ما كانش بيتكلم بالكميه ديت، حتى لما كان بيفكر افكاره بتكون مختصره، شكله كده ما بيحبش يوجع دماغه. بعد كده بيقول لهم انتوا فاكرين ان اي حته لحمه تتاكل؟ لا 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 لازم حته اللحمه تكون جوسي فيها عصاره كده، ولا انتوا شكلكم كده عايزين تموتوا؟ وهما الاثنين هيتشلوا. الراجل دوت عنده انفصال في الشخصيه ولا ايه؟ وفجاه في ساكاموتو تاني بيظهر في المكان. شو له هيتجننوا وانا كمان يا صديقي. ساكاموتو بيعدي من جنب ساكاموتو وبيقعد مكان ساكاموتو. ساعتها ساكاموتو بيهجم على ساكاموتو بس ساكاموتو بيتجنب ساكاموتو وبيحط المسدس على ساكاموتو. يا جماعه انا تهت حرفيا. وبيطلع ان الشخص دوت متقن فن الاستنساخ او تقليد يعني. المهم ساكاموتو بيسلم عليه والشخص دوت بالمناسبه بيكون اسمه نغمو. هو بيقول لساكاموتو على فكره زي ما انت لسه مهاري، انا مبسوط جدا ان انا شفتك يا ساكاموتو. اما بقى شين اللي بيكون في حاله صدمه، الواد حرفيا مش فاهم اللي بيحصل، ازاي نغمو قدر ان هو يستنسخ شكل السيد ساكاموتو. لا وكمان انا ما كنتش عارف احدد مين الاصلي ومين التقليد من قدره اتقان نغمو للشخصيه. حتى لما انا حاولت ان انا اقرا الافكار بتاعته كانت شبه السيد ساكاموتو بالظبط. الشخص دوت فعلا خطير. هو بيبص على شين ولو عمال يضحك عليهم. شين بيمسكه بيقول لساكاموتو مين الشخص المخادع دوت؟ لو انت ما تعرفوش اديني الاذن وانا هشحنه دلوقتي على القبر. ودوت ساعتها بيعرفه بنفسه بيقول له اسمي نغمو شغال مع ساكاموتو في المتجر بس على الناحيه الثانيه. انا وساكاموتو صحاب وانا عندي 18 سنه. شين بيقول له صاحبه ازاي ده انت اصغر منه؟ ولو بتقول هو في ناحيه ثانيه للمتجر الصغير دوت. بس الاثنين دول مش مصدقين ان دوت صاحب ساكاموتو وبيفضلوا يضربوا فيه. وساكاموتو بيسرح مع نفسه وبيقول دوت كان زميلي لما انا كنت شغال قاتل مأجور. ودوت بعد
ما بيتربط بيقول لساكاموتو في جايزه على راسك وهي مليار ين، اللي هيجيب راسك هياخد مليار ين. وشين بيقول له ها دمك خفيف يا ابن العبيطه، ده حتى لو طفل مش هيصدق الكذبه اللي انت لسه قايلها ديت. نغمو بيقول لهم بكل جديه وانا هكدب ليه اصلا؟ في مؤتمر للقتله المأجورين حصل امبارح والخبر دوت انتشر، اللي هيجيب راسك يا ساكاموتو هياخد مليار ين. وطبعا زي ما انت عارف القتله المأجورين المشهورين كلهم هيجوا وراك علشان يقتلوا القاتل المأجور الافضل على الاطلاق. انت لازم تخلي بالك من نفسك يا ساكاموتو. وهم بيتكلموا كده بيوصل بتاع البيتزا اللي بيديها لساكاموتو، ودوت بياخدها منه وبيرجع مكانه وبيبدا ياكل فيها ولا اكنه سمع اي حاجه تماما. ده بالظبط اللي بيحصل معنا لما بيكون ورانا مذاكره واحنا بنطنشها تماما. ولكن مره واحده الشخص اللي سلم الاوردر لساكاموتو بيطلع السكاكين ديت من جيبه وبيروح يثبت نغمه وبيقول لهم ايها الحمقى اللي هيتحرك منكم انا هفصل دماغ الشخص دوت عن جسده. والشخص دوت بيكون مختال. بيقول لساكاموتو انت عمال تاكل في البيتزا وسايب الشخص دوت، انا ممكن اقتله في اي لحظه. شين بيقرر ان هو يساعده ولكن دوت لسه يتحرك كان نغمه مكتف الراجل دوت وشين ولو مصدومين. هو ازاي قدر ان هو يتحرك بالسرعه ديت؟ نغمه بيقول لساكاموتو شفت الخبر انتشر وكل القتله المأجورين هيسعوا وراك علشان يقتلوه، وبنعرف ان الوصل للبيتزا دوت اصلا قاتل مأجور. ساكاموتو بيكلمه بكل رعب وبيقول له سيبه ما تقتلوش. نغمه بيقول له سيد ساكاموتو زي ما انت مبادئك زي ما هي، القتل ممنوع في قاموسك، بس انا عايز اقول لك حاجه، هو انت مفكر انك هتقدر انك تواجههم كلهم لوحدك؟ ولكن انا والمختلين التانيين انت طبعا عارف ايه اللي هيحصل لك يا ساكاموتو. ولكن شين ولو بيقولوا له انت لازم تخرج من هنا، ولكن دوت بيقول لهم انا بهزر يا جدعان، انا اكيد مش هشارك في اللي بيحصل دوت. انت عارف يا ساكاموتو انا وانت متخصصين في عدم القتل، احنا بنشتغل قتله المأجورين ولكن احنا ما بنقتلش حد. بس على فكره انا نفسي اشتغل معاك زي الايام الخوالي. ايام خوالي ده انت عندك 18 سنه. بعد كده بيقول له طب هم هيستفيدوا ايه لما يقتلوا واحد زيي؟ هو بيقول له السؤال دوت كويس بس انت عارف احنا قتله مأجورين، احنا بننفذ وما بنسالش ايه سبب التنفيذ. انت دلوقتي متقاعد لازم تخلي بالك جدا علشان القتله مش هيحلوك، وانت يا مجنون رايح تقتل الاخوه الثلاثه دينشوكي، انت مجنون يا اسطى. لو بتقول لنغمه ما ينفعش خاصه تيجي زي بتاع البيتزا دوت. نغمه بيقول لها بتاع بيتزا مين يا بنتي؟ اللي انت بتتكلمي عليه دوت مجرد هاوي، اللي جاي ده زيه ما جاش، ولو اللي فات محشي يا صديقي فاللي جاي منبار، علشان كده انت لازم تستعد. بعد كده بيقول لساكاموتو انا كنت جاي هنا بس علشان اطمن عليك قبل ما تموت. وهو بيقول الكلام دوت وهو شايل الراجل وماشي. شين بيطلع وراه علشان يشوف هو رايح فين، ولكن دوت بيليه اختفى. شين بيقول لساكاموتو طب دوت حليف ولا عدو؟ ولو بتقول شكل كده اللي انا هرجع للصين تاني. وشين من جواه بيقول يا ريت يلا غوري في داهيه، ولكن هي بتقول له انا هقعد على قلبك، انا هشتغل مع سيد ساكاموتو الا انقذني. ولكن ساكاموتو بيسيبهم وبيدخل وبيبص على علبه البيتزا. وبعد كده بنشوف رجال العصابات دول وهم بيقولوا مليار ين على راجل تخين زي دوت، وهم هنا بيتكلموا على ساكاموتو. الشخص دوت بيقول بالنسبه لي ده لو واحد لابس اسود وملثم انا هقول ان هو اخطر من التخين دوت. ولكن الشخص دوت بيقول لهم انا عايز بيتزا، بس انا عايز اقول لكم على حاجه ما تستخفوش بساكاموتو ابدا، وهو في الاول والاخر كان عضو في المنظمه بتاعتنا. والشخص دوت بيقول احنا لازم نكون مسابقين ساكاموتو بخطوه. واتاري بقى يا صديقي ان هم زارعين كاميرا في علبه البيتزا. بيكملوا كلامهم وبيقولوا احنا لو لعبنا غلط كلنا هنموت. هو يمكن يكون تقاعد من 5 سنين ولكن انتوا لازم تفتكروا ان دوت افضل قاتل مأجور على مر التاريخ. ساعتها بيسمعوا صوت ده تحذير ليكم. ايوه ساكاموتو اللي بيتكلم وبيقول لو وقفتوا في طريقي استعدوا علشان هوديكم لرحله الى الجحيم. كلهم خافوا. دوت ازاي قدر ان هو يشوفنا؟ واحد فيهم شكله كده مجنون بيقول له جحيم انا نفسي اروح له، انا مستنيك توديني لهناك. ساكاموتو بيقول لهم ادينا حذرتكم وبيدمر الكاميرا. بنرجع تاني للمتجر وبنشوف شين هو قاعد على الكرسي وبيقول لساكاموتو لو الكلام اللي نغمه دوت قاله حقيقه يبقى في كميه مختلين هيسعوا وراك ما لهمش اول من اخر زي بتاع البيتزا اللي جه من شويه. احنا هنعمل ايه لو حاجه حصلت لعيلتك؟ فهو بيقول له ما تقلقش، طالما اللي احنا مش عارفين مين الاعداء يبقى الافضل في الفتره ديت نفضل في المتجر والبيت. ولكن هنا يا صديقي اوي بتخش عليهم وبتقول لهم احنا دلوقتي جاهزين، اوعى ما تكونش مجهز نفسك لبكره. ساكاموتو بيتعرق وبيقول بكره؟ شين بيقول لساكاموتو هو ايه اللي هيحصل بكره؟ ساعتها هنا بتنط عليه وبتقول له بكره انا هقابل سكر تشاد. واي بتقول لساكاموتو انت مش وعدت بنتك انك هتوديها للملاهي؟ وهي من ساعتها وهي مستنيه اليوم دوت. ساكاموتو وشين يتبلوا مكانهم حرفيا. روحوا فين ولا يجوا منين؟ ده في دلوقتي قتله مأجورين بيسعوا وراه، يعني هو لو ما خدش باله هيموت في اي لحظه. ولكن بيقول عادي انا هقدر ان انا اتصرف معاهم. وتاني يوم فعلا بيوديهم على الملاهي علشان بنته ومراته ما يزعلوش منه. بيطلعوا يركبوا المرجحه ديت والخمسه بيكونوا في كميه الانشكاح الا واحد، لا الا 2. شين عبيط يعني من الاخر. بعد ما بينزلوا من المرجحه ديت ساكاموتو له هم الاثنين بيكونوا متصفين مش قادرين تماما. والنبيه شين بيقول له انت في حاجه مضايقاك ولا ايه؟ لا عبيط بجد عبيط يعني. بيقول انا بطني وجعاني انا عايز اروح
هستفرغ. وشين بيمسك التليفون بتاعه بيقول له انا دلوقتي هتصل لك بالطبيب، ولكن اوي بتقول له ولا ترن على حد ولا اي حاجه، هو دلوقتي هيشرب شويه ميه وهيكون زي الفل. هنا بتقول له بص كده في الخريطه شايف المكان دوت عامل زي قبه طوكيو. لو بتقول لها يعني ايه قبه طوكيو؟ انا اول مره اسمع عنها. فهي بتبدا ان هي تشرح لها، ولكن بتشرح لها حاجه غيرها تماما. بتقول لها قبه طوكيو اللي انا بتكلم عليها هي ارنب سمين وشكله كيوت يعني وكده. لو بتقول سمين وقبه طوكيو مفيش اي صله ما بين الاثنين. اوي بتبص على لو شينو بتكون مبسوطه جدا، وبعد كده بتقول لهم على فكره انا فرحانه جدا علشان احنا كلنا دلوقتي موجودين وبنقضي وقت ممتع مع بعض. احنا واخدين النهارده اجازه علشان كده خلينا نستمتع على قد ما نقدر. تمام يا ساكاموتو؟ طبعا ساكاموتو وشين ولو هم الثلاثه بيكونوا في حاله صدمه علشان هم عارفين ايه اللي هيحصل. وساعتها ساكاموتو بيفتكر كلام نغمو لما قال له ايه الجائزه على راسك يا ساكاموتو؟ مليار ين، علشان كده خلي بالك من القتله المأجورين. واول لما بيفتكروا الكلام دوت طبعا بيكونوا متضايقين جدا، الا لو اللي عماله تاكل وبتقول الاكل دوت زي الفل. بيقولوا لو ما كانش في قتله مأجورين بيسعوا ورانا كنا زماننا النهارده في يوم ممتع جدا. كده شين بيقول له انا عايز اوضح لك حاجه، وهو ان احنا النهارده هنحمي عيله ساكاموتو، وبيعرفها القوانين بتاعت عيله ساكاموتو. اول حاجه ما ينفعش ان احنا نقتل الاعداء، وتاني حاجه لو احنا وقعنا في مشاكل لازم نخفي هويتنا علشان ما حدش يعرفنا، تالت حاجه لو في رهاين احنا لازم نحررهم وما حدش منهم يتاذي. فاهمه حاجه؟ فهي بتقول له لا تقلق انا فهمت كل حاجه. ورابع حاجه دي بقى من الكيس بتاعي لازم نخلي عيله ساكاموتو تحظى بيوم ممتع جدا. ولكن ساعتها بيلاحظ ان هم دلوقتي موجودين في الملاهي، يعني في كميه ناس ملهاش اول من اخر، وكده مش هيقدروا ان هم يلاحظوا الاعداء. لو بتروح تبص يمين وشمال، هو بيقول لها ما تبصيش ولا يمين ولا شمال، مفيش اي اعداء في المنطقه بالكامل. انا دورت وبقرا افكار الناس علشان لو في حد هيقتل ساكاموتو انا هقدر ان انا اقرا افكاره. وبيقول لها انا بقدر ان انا اقرا افكار الجميع ضمن الدائره اللي احنا موجودين فيها، يعني من الاخر انا بقدر ان انا اقرا افكار الجميع لو هم قريبين مني، واخري اللي انا اقدر ان انا اقرا الافكار من مسافه 10 متر. واي شخص بيخطط ان هو يقتل حد انا هقدر ان انا اتعرف عليه على طول علشان افكاره هتكون مشتته جدا. هي ساعتها بتستوعب وبتقول له ايه ده، هو انت بتقدر انك تقرا افكاري ولا ايه؟ فهو بيقول لها خلاص انا بقدر ان انا اقرا الافكار. الموضوع صعب جدا، فكره ان انا اقرا الافكار بتاعت الشخص اللي قدامي بيستهلك مني جهد كبير جدا ذهنيا، علشان الشخص اللي انا بقرا افكار هو بيفكر في حاجات كتيره، وانا الحاجه اللي انا عايز اعرفها من الشخص اللي قدامي لازم ادور في افكاره كتير علشان الاقي الحاجه اللي انا عايزها. هي بتكون واقفه كده مش فاهمه اي حاجه من الشرح دوت. هو بيقول لها انت ما فهمتيش اي حاجه من الشرح بتاعي صح؟ هي بتقول له ولكن ساعتها بتستوعب ان الشخص دوت فعلا مذهل، وبتقول له ايه القدره المذهله اللي عندك ديت؟ فهو بيقول لها خلاص بقى. وبعد كده بيلاحظ ان في عدو بيقرب من ساكاموتو، وبيقول له في عدو بيقرب منك. فهو بيبص كده حوالينه بيقول له طب هو فين بالظبط؟ فهو بيقول له بص شايف الراجل اللي هناك دوت؟ ايوه هو دوت باتجاه الساعه 4. الشخص دوت متنكر كعامل نظافه، الشخص دوت مختل يا ساكاموتو خلي بالك منه. والشخص دوت بقى اللي بيقول انت بتتنزه مع عائلتك صح؟ انت مش خايف ولا ايه؟ ساكاموتو بيعدي من قدامه والشخص دوت بيكمل كلامه وبيقول استعد علشان دلوقتي هقتلك قدام طفلتك، وبيطلع سكينه يا صديقي. لو بتقول للاوي وهانا تعالوا انا هوديكم على مكان كده، وساكاموتو بيتجهز. اول لما بيلاقيهم مشوا من هنا الشخص دوت على طول بيهجم على ساكاموتو، ولكن دوت بياخد القلم اللي في جيبه وبيدهوله في بطنه. هانا بتقف كده وبتقول لابوها هو في حاجه ولا ايه؟ ولكن هو بيقول لها ولا في اي حاجه. والمختل دوت اللي مش فاهم ده قدر ان هو يطعني من غير ما يبص لي حتى. ولو وشين بيحطوا المختل دوت في سله الزباله وبيودوه على الغابه. ولو بتقول لشين ساكاموتو مش محتاج حمايه، ده قدر ان هو يسيب العدو من غير ما يبص له حتى. وهو بيقول لها ده انت لسه ما شفتيش اي حاجه منه. وعلى فكره هو رزع القلم في بطنه ولكن ما صابش شريانه علشان يفضل عايش، هو بس رزع القلم دوت في حته حيويه علشان يشيله عن الحراق. وبعد كده الاثنين بياخدوا بعضهم وبيمشوا، وبنعرف بقى ان المختل دوت قرر ان هو يتقاعد عن كونه مغتال. بعد كده بقى بنشوف المختل دوت ايه اللي بيقول انا بعت اعمل النظافه دوت علشان يقتل ساكاموتو، ولكن انا كنت من جوايا عارف ان هو مش هيعرف يعمل معاه اي حاجه. بس صح هو ساكاموتو بالقوه ديت، بس انا عايز اعرف هم ايه اللي خلى منظمه المختلين ان هم يحطوا على ساكاموتو مليار ين. انا عايز اجرب القوه بتاعته وعايز اعرف هو اسطوري ولا لا زي ما الكل بيقول عليه. والمشكله برضو ان ساكاموتو معاه واحد كده اسمه شين، ودوت بيقدر ان هو يقرا الافكار، ودوت بحد ذاته مشكله. علشان كده لما انا اواجهه لازم اصفي ذهني تماما علشان ما يقدرش ان هو يقرا افكاري. والشخص دوت شكله كده صديقي مرعب جدا. بعد كده بيتحرك وشين بيحس بيه، ايوه ده وراه. لو بتقول لشين في حاجه ولا ايه؟ دي عيله ساكاموتو سبقتنا انت مش هتيجي ولا ايه؟ والمختال بيعدي جنب الاثنين وهي بتقول له يا ابني ما تنجز، عيله ساكاموتو كده هتبعد عننا. فهو بيقول انا جاي اهوت، وبيروحوا عند المرجحه ديت. عيله ساكاموتو بتركب قدام ولكن شين ولو بيركبوا ورا. الموظف اللي مسؤول عن المرجحه بيقول لهم انتوا لازم تمسكوا بالقضبان كويس علشان تحموا نفسكم، يلا استعدوا للرحله. تقول له احنا ايه اللي خلانا نبقى ورا كده؟ فهو بيقول لها الخلف افضل. وهي بتقول لساكاموتو الموضوع ممتع صح؟ فهو بيقول لها انا مش قادر اتنفس اصلا. ولو بتقول لشين اكيد ما فيش اي حد هيهجم علينا واحنا في المرجحه ديت، ولكن هي ساعتها بتلاحظ ان المختل قدامهم ايوه قاعد في نفس المرجحه. هي بتقول له الراجل ابو شعر فج دوت انا خايفه منه. هو بيقول لها انت ايه اللي خلاك خايفه منه كده؟ فهي بتقول له انا بقدر ان انا اتعرف على المجرم من اول نظره. وهو بقى اللي بيقول انا ما كنتش عايزكم تشوفوني ولكن انتوا شفتوني. بعد كده بيبص لشين
شين بنظره مرعبه. شين خاف منه. الشخص دوت فعلا مرعب جدا وبيقول له احنا لازم ننزل دلوقتي من المرجحه، ولكن هننزل ازاي؟ المرجحه اتحركت اصلا وفوق كل دوت احنا في القمه، ده احنا هننزل نازله دلوقتي بنت كلب. وبالفعل بينزلوا وبتكون سريعه جدا، ولوخدي ساكاموتو عمال يتنطط ولو شين هما الاتنين بيكونوا خايفين. بعد كده شين بيتصل بساكاموتو وبيقول له انا اسف انا ما لاحظتش العدو غير دلوقتي، الراجل ابو شعر فد اللي خلفك دوت بثلاث مقاعد هو المختال اللي جاي يقتلك. وبالفعل المختال دوت بيطلع المسدس من جيبه وبيطلق على ساكاموتو، ولكن ساكاموتو بيتصدر الرصاصه ديت من خلال النضاره بتاعته. ديت مش نضاره عاديه. لا ساكاموتو بيبص له نظره هو انت جاي تقتلني؟ يالا انت عبيط ولا ايه؟ وهو بيقول انت لابس نضاره مقاومه للرصاص صح؟ انت فعلا شخص شديد الحذر. وشين بقى اللي بيحاول ان هو يؤمن على المرجحه ولكن مش عارف، ولو بتقول له يا ابني انت مجنون، انت لو خلعت القضبان دلوقتي انت هتقع، ولكن دوت ما بيسمعش الكلام وبيشيلها وبيقول انا لازم دلوقتي انقذ ساكاموتو. وبينط صديقي فعلا من المرجحه اللي بتكون عاليه جدا وبيستني المرجحه تلف وبينزل على المختال وبيقول انا عايز اتكلم معاك على انفراد، وبيشده من المرجحه وبينط بيه. الاتنين بيكونوا هيقعوا ولكن سرعه ما بيقدروا ان هم يتماسكوا. المختال بيقول له على فكره انت مجنون، انت كنت هتقتلني من شويه بس انت لازم تستحمل ايه اللي هيحصل فيك دلوقتي. فهو بيقول له انت الغلطان، انت اللي كنت عايز تفسد اليوم الممتع للسيد ساكاموتو. هو النهارده واخد يوم اجازه علشان يتفسح مع عيلته وانا شغال عنده بعمل اضافي، علشان كده انا اللي هحميه دلوقتي وانا اللي هقتلك. بيقول له ايه ده انت بتتكلم بجد؟ طب تعالى لي يلا. وبيقول لشين على فكره انا عارف قدرتك كويس جدا علشان كده انت مش هتقدر انك تقرا الافكار بتاعتي. وبالفعل بيصفي الذهن بتاعه على الاخر، وشين مصدوم، ده فعلا مش قادر ان هو يقرا الافكار بتاعته تماما مهما يبذل جهد برضه مش عارف يقرا الافكار بتاعته. وبيقول الشخص دوت من المحتمل ان هو يكون من الاشخاص اللي بيتحركوا قبل ما يفكروا. ساعتها شين بيحس بالمرجحه اللي جايه وراه علشان كده بينط علشان يتفاداها، وبالفعل بيقدر ان هو يتفاداها، ولكن في نفس الوقت اللي هو نط فيه المختال اللي بالمناسبه بيكون اسمه ناتسو هو كمان نط ورمى عليه 2 من الشورجين. هو بيقول خلاص ديت هتصيبني انا مش قادر ان انا اتفاداها، والشورجين ديت بتكون هتفقع عينيه، ولكن ده هو بيقدر ان هو يتفاداها على اخر لحظه، ولكن الثانيه بتجرحه في رجله. بينزل على القضبان مره ثانيه وبيقول خلاص انا مفيش حاجه كده اصابتني غير الجرح البسيط دوت، ولكن مفاجاه بيحس بحاجه كده وبيقع وعينيه بتحمر والرؤيه قدامه ما بتكونش واضحه للاسف، شكله كده اتسمم بسبب الجرح دوت. وبيقول السم دوت قوي جدا، ده انا حتى مش قادر ان انا اقف على رجليا. هو بيقول له ايه رايك في الخلطه بتاعتي؟ السم خد مفعوله مش كده؟ على فكره انت ممكن تموت في اي لحظه بسبب السم اللي صابك. انا اول لما حذفت عليك الاتنين من الشورجين انت قلت هتتفادى واحده والتانيه هتصيبك، بس انت عارف احنا المختلين بيطلع مننا ردود افعال غير متوقعه. فهو بيقول له اخرس انت عمال تسخر مني مش كده؟ بدأنا بقى يفضل يقول لي انت خايف من السيد ساكاموتو والهبل دوت صح يا حبيبي؟ انا مش خايف منك ولا منه، انا مش هنكر ساكاموتو قوي بس انا هقتلك واقتله. انت بتقول انك هتقدر انك تقتل السيد ساكاموتو؟ اسكن انا اقوى منك ومعرفتش حتى اصيبه بجرح واحد، انت يا تافه هتقدر انك تقتله؟ ما تخلينيش اضحك يا عم. فبيقول له مين اللي قال اللي انا اضعف منك؟ ده انا اقوى منك ومن ساكاموتو. هو انا مش هنكر انا لما ضربت عليه الرصاص هو حمى نفسه بالنضاره بتاعته ديت ما كانتش في الحسبان، وعين ساكاموتو كانت باينه جدا ان هو خايف ان هو يموت. انت قصدك ايه يعني؟ زي ما انت عارف اول لما الشخص يكون مستعد للموت ما بيكونش خايف من حاجه، او العكس ساكاموتو كان خايف من الموت. وزي ما انت عارف برضه الواحد لما بيتشبث بالحياه اكتر كل لما يصبح اضعف اكتر. وبالمناسبه لما حد بيكون عنده شخص يحميه دوت بيزيد من مهارته جدا زي ما انت عارف. بس انا مش فاهم هو ايه اللي بيخليه يحمي عيلته وايه اللي خلاه يتقاعد اصلا؟ الموضوع مثير للشفقه. بيقول انا مش فارق انت تفهم ولا ما تفهمش، اهم حاجه السيد ساكاموتو يعيش حياه هاديه. ساعتها ناتسو بيحس بالمرجحه اللي جايه فبينط وبيتفاداها، وشين هو كمان بينط وبيقف على الكرسي بتاع المرجحه، وبعد كده بيتقضى على ناتسو وبيمسكه وبيثبته. هو بيقول له انت مزل يلا هتعمل ايه فيا بقى دلوقتي؟ فبيقول له اخرس وبيهجم عليه، ولكن ده هو بيتصدى ليه، وناتسو بيحدف عليه حاجه كده في كتفه بتخليه متخدر. بيحاول ان هو يهجم عليه بايده الشمال ولكن شين بيتصدى ليها، فبيقول له انت مزعج جدا، وبايده اليمين بيطلع السكينه ديت بيحاول ان هو يهجم عليه ويسيبه باي طريقه ممكنه، ولكن ده هو برضه بيمسكها وبيقول انا لازم ابحث عن اي طريقه اقدر بيها اللي انا افوز عليك. بيغمض عينيه وبيبدا ان هو يقرا افكار الناس، ولكن لغايه دلوقتي مش لاقي اي حل. بيقرا افكار هانا بنت ساكاموتو وهي بتقول انا عايز استمتع مع ابويا، وهنا هو بيتحمس اكتر. ناتسو بيستغل لحظه التشتت ديت وبيبعد عنه وعمال يهجم عليه بالسكينه اللي معاه، ولكن دوت بيتفادى كل هجماته بكل براعه. قال لا ما انت جامد اهوت يا معلم شين. ناتسو بيبص على عينيه وبيقول الواد دوت فعلا خطير، انا لازم اتخلص منه بسرعه، ولكن دوت بينقض عليه وبيشيله وبينط من فوق المرجحه على المكان دوت. وقبل ما ينزلوا بقى على المسرح اللي تحتهم دوت بنروح عند المسرح اللي بيكون عليه 2 من الابطال بيقتلوا واحد من الاشرار، واللي عامله المسرح عماله تقول للجماهير
يلا شجعوا في البطل علشان من غير تشجيعكم هو مش قادر ان هو يفوز. ولكن هيفوز ايه؟ ده في 2 من القتلة الموجودين بينزلوا على المسرح حرفيا بيعملوا دشملة. ناتسو بيقول له على فكرة يا شين انت مش متوقع تمام، ده انت كنت هتقتلني للمرة التانية. البطل اللي على المسرحية اول لما بيشوف ناتسو بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ يلا ابعد بعيد علشان ما اقتلكش. فبيقول له تقتل مين؟ يخرس ولا قتلتك يخش عيله. بيخاف وساعتها الارنب بيقول له بعد كده انا اللي هتولى امر الشرير ودوت بيكون مين؟ ايوه دوت شين اللي بيكون بدل ملابسه يا صديقي. وبيقول لنفسه انا دلوقتي قادر اشوفه، يلا بينا بقى علشان نخش للجوله الثانيه. على فكره احنا لما كنا متعلقين في المرجيحه انا ما كنتش عارف اخد راحتي، ولكن انا دلوقتي واخد راحتي علشان كده استعد لموتك. فبقول له بتتكلم عن مين؟ انت اصلا ما خفتش، السم لغايه دلوقتي بينهش في جسمك، علشان كده ما تديش القوه. بيطلع الشوريجن ديت وبيكون ماسكها في ايده لسه بيكون هيهجم عليه، ولكن دوت بيدله بنيه خارقه. والمذيعه للمره الثانيه بتقول للمشجعين يلا شجعوا الارنب علشان يفوز على الاشرار. ناتسو ما بيكونش فاهم هو ازاي قادر ان هو يتحرك بالسرعه ديت، والمشجعين فعلا بيشجعوا البطل. ناتسو ما بيفضلش يفكر كتير في موضوع السم دوت وبيروح يهجم عليه، ولكن دوت برضه بيتفاداه بطريقه بارعه جدا. وفي الاخر بيمسك ايده وبيديله ركله الارنب اللي بتكون قويه جدا. حتى هو مستغرب هو ازاي بيقدر ان هو يضرب بالقوه ديت على الرغم ان هو مسمم. امال لو مش مسمم هيعمل فيك ايه يا ناتسو؟ وبتقول لساكاموتو اللكمه دي كانت قويه جدا وشبيهه جدا بلكماتك، ولكن دوت مش بيرد عليها وبيكون مركز كده. هي بتقول لهانا بص ابوكي مركز جدا، وبنعرف بقى ان هو مركز علشان عمال يدي التعليمات لشين، ودوت من غير ما يتكلم وبيفكر فيها بس علشان شين هيقدر ان هو يقرا افكاره. وبيقول له يمين لا شمال، شمال تحت فوق، وشين بيقرا الافكار بتاعته وبيقدر ان هو يسدد لكمات قويه جدا على ناتسو، ولكماته بتكون سريعه جدا. وبعد كده بيقول له تخلى عن الدفاع بتاعك وركز على جسدك. بيعمل كده يلا اديله بايدك اليمين، بيديله بنيه حرفيا مزقته، ولكن دوت بيبعد عنه ولا كأن في اي حاجه. والمره الثانيه بيفكر هو ازاي قدر ان هو يتخلص من السم بالسرعه ديت، ما بيلحقش يكمل تفكيره علشان شين بيخش عليه وعمال يضرب فيه. بيبعد عنه وبيقول له ازاي قدرت انك تتخلص من السم بالسرعه ديت؟ اديني اجابه. يا ريتك ما خدت الاجابه يا عم ناتسو، علشان انت بتكتشف دلوقتي ان شين بيقتلك وهو مغمض عينيه. ساكاموتو بيقول لشين يلا يديله القضيه، فهو بيقول له حاضر، وبينط وبيديله واحده برجله الاتنين في بطنه حرفيا بتجيب اجله. والمذيعه بتعلن انتهاء المسرحيه والفائز هو البطل. واوي وهانا هما الاتنين بيكونوا فرحانين جدا، وساكاموتو بيقول لشين عاش عليك ايها الوحش. فبيقول له الموضوع كان سهل جدا يا سيد ساكاموتو وانا في خدمتك في اي وقت. لما ناتسو اتهزم على ايد شين لو بتروح عند شين وبتحط له قطره في عينيه، وهو بيكون خايف جدا وعمال يرتجف. هي بتحط له دوبت نقطه واحده هو بيروح يمسك في عينيه. هي بتقول له ما تتصرفش كالاطفال بقى، ده انا حطيت في عين واحده لسه ناقص الثانيه. وهم بيكونوا كتفوا ناتسو. وبنعرف بقى ان القطره اللي هي بتحطها لشين ديت هي الترياق بتاع السم اللي ناتسو صابوا بيه. كويس جدا ان هو كان معاك دلوقتي، طبيعي يكون معايا، انا كده كده شغال في مجال السموم. بعد كده ساكاموتو بيقول له مين اللي وظفك؟ هو انا لو قلت لك مين اللي وظفني مش هتقتلني وهتطلق سراحي؟ لو بتمسك السكينه المسممه بتاعت ناتسو بتقول له السكينه ديت مسممه صح، وبتحطها في كتفه. انت بتعمل ايه؟ وبعد كده بتفضي الترياق يا صديقي في الارض قدام عينيه. انا هفضل افضي فيها، لو انت قلت مين اللي وظفك انا مش هفضيها وهديك الترياق. شين بيصرخ فيها وبيقول لها انا محتاجها، عينيا التانية لسه ما اتحطش فيها. في الاخر بيبدا يتكلم ويقول لهم انا تم تعييني من قبل وكاله المختلين في شركه دوناتينكو، وديت شركه غامضه متخصصه في المهارات الفرديه، قليل جدا اللي سمع عنها ولكن هي خطيره، والشركه ديت مميزه في السوق السوداء العالميه مش البلديه. شين بيقول له كويس جدا انك نطقت، عشان انت لو ما كنتش نطقت دلوقتي كنا زمان هنعذب فيك وفي الاخر هتموت. فهو بيقول له انا مش عايز اموت في الحقيقه، دي كده كانت مجرد مهمه وانا كنت المفروض انفذها. هو انا المفروض اصلا اكرس نفسي للشركه ولكن انا مش مهتم بيهم اصلا. صح يا ناتسو انت قاتل مأجور من الره يه قاف صح؟ ايوه. لو بتقول لشين يعني ايه ره يه قاف؟ دي منظمه محترفه في القتل، وانا والسيد ساكاموتو كنا شغالين عندهم قبل كده، وفي اقل من 400 مختال محترف في اليابان بالكامل الا انا وساكاموتو منهم. وال400 مختال بيكون معاه بطاقه زي اللي انا بوريها لك ديت. هي بتمسكها وبتقول له دي عامله زي رخصه القياده، بس منظرك فيها يا شين شكلك نتن صراحه فيها، شبهنا كده يا صديقي لما بنكون في البطاقه. اخلصي هاتيها، على فكره مش اي حد يقدر ان هو يحصل على البطاقه ديت. بعد كده ناتسو بيقول لساكاموتو انا عايز اسالك سؤال، فهو بيقول له قول. هي اشاعات كونك مطلوب في قمه المطلوبين وعلى راسك مليار ين هي حقيقه صح؟ انا اتاكدت دلوقتي ان الاشاعات. ساعتها اوي بتجيلهم وبتقول لهم انا اخيرا لقيتكم، ده انا كنت عمال ادور عليكم. بتاخدهم وبيبعدوا عن ناتسو، بتقول لهم انتوا اكيد جعانين يلا بينا نروح ناكل. فشين بيقول لهم انا عارف مكان هنا في الملاهي بيقدم اكل جميل. ناتسو بقى ورا مش فاهم هي ايه العيله المجنونه ديت. شين بيتسحب كده وبيروح لناتسو وبيقول له انا هاخد دلوقتي كل اسلحتك، بس انا
لو شفتك بتعبس معانا مرة تانية هقتلك، فاهمني؟ فهو بيقول له ايه ده، انت مش هتقتلني ولا ايه؟ طبعا لا، احنا جايين النهارده عشان نتفسح مش علشان نقتل حد. هنا بتجيله الصدمه، وبعد كده الخمسة بيسيبوه وبيمشوا، ولكن ساعتها هنا بتروح عند ناتسو وبتحط له اللزقة الطبية ديت على الجرح بتاعه، بتقول له على فكرة انت كنت جامد جدا النهارده في العرض. هما بينادوا عليها فهي بتسيبه وبتمشي. هنا برضه ما بيكونش فاهم ايه العيلة المجنونة ديت، واول لما بيبعدوا عنه بفرق كبير جدا بيطلع السكينة اللي كان مخبيها وشيم ما خدش باله منها، وبيكون هيقطع الحبل ولكن بعدها بيرميها وبيقول ايه الفايدة اصلا اللي انا افك نفسي. وعند الشلة بتاعتنا بقى اللي بيكونوا راحوا للمطعم دوت، وشيم بيكون كده حاسس بحاجة غريبة. ساكاموتو بيقول له في ايه مالك، فهو بيقول له مش عارف، بعد ما انا خدت الترياق حاسس كده بدوران، مش قادر اسند طولي، حتى لما بحاول اقرا الافكار انا مش عارف اقراها تماما، شكلي كده مش قادر ان انا اقرا الافكار في الوقت الحالي. لو بتقول له احنا من غيرك احنا هنضيع، فهو بيقول لها انا اول مرة يحصل لي الموضوع دوت. فلو من كتر الخوف بتقول لساكاموتو خلينا دلوقتي نرجع للبيت عشان الموضوع دلوقتي بقى خطير جدا، وهو بيقول له انا اسف اللي انا خذلتك. بيكون جابت الاكل وبتروح لهم وبتقول لهم هو في حاجه ولا ايه؟ انا حاسه كده انكم النهارده بتتصرفوا بطريقه غريبه، هو انتوا بتخفوا حاجه عني ولا ايه؟ هنا الثلاثه بينصدموا، وخصوصا ساكاموتو اللي بيقولها مفيش اي حاجه كله تحت الكنتريلا. وعلى الصعيد الاخر بقى بنشوف الاثنين دول والبنت دي بتقول انا بكره الامكنه المزدحمه زي كده يا صديقي، احنا لازم نخلص اللي احنا كنا جايين نخلصه ونرجع للبيت بتاعنا بسرعه. التاني بيولع سيجاره وبيقول لها انت معاك حق، ولكن احنا دلوقتي في مهمه علشان كده احنا لازم ناخدها على محمل الجد. فهي بتقول له تمام بس ما تتقمص الدور الرائع، انت غريب الاطوار. فبيصرخ فيها بيقول لها انا كنت عايز ابان رائع يعني قدامك وكده. فهي بتقول له انت عايز ليه تكون قدامي رائع؟ شكلك كده نوع على حاجه انا مش حباها، انت هتقتلني انا ولا ايه؟ لا انت عارفه الحاجه الوحيده اللي بتخلينا نقتل هي المهام. فهي بتقول له كلامك دوت فعلا مبينك رائع جدا، وشكلهم كده صديقي الاتنين دول خرنجات يعني، وكلمه خرنجه يا صديقي معناها غريب الاطوار مش شتيمه يعني. وعندي ناتسو بقى اللي بيكون حرر نفسه في الحمام وبيكون هيغسل ايده، ولكن ساعتها الراجل دوت بيجي له وبيقول له ناتسو انت تقدر تكلمني في اي وقت انت عايزه، حتى لو في حد قاعد عليك. هو بيقول له انت قصدك ايه يعني؟ لسه بيكون هيلف له، ولكن البنت بتيجي من وراه ترزعه في الارض وبتقعد فيه، وبتقول له اوعى تكون فاكر نفسك هتهرب مننا. فبقول لها قومي ده انت وزنك تقيل جدا، شكلك كده عايز تتدمر النهارده ايوه الفاشل. وشكلهم كده دول يا صديقي من القتله المأجورين، والشخص دوت بيكون اسمه بولدو اللي بيصرخ في البيت وبيقول لها القعده ديت ما تلاقيش بست، علشان كده اعدلي نفسك او قومي. فهي بتتكسف كده وبتقول له شكرا ليك وبتقوم من على ناتسو. والبنت دي بيكون اسمها اوبوغيرو. ناتسو بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا وايه اللي عايزاه مني؟ فبولدو بيقول له مش حاجه محدده، كل ما في الموضوع بس ان احنا جايين نلقنك درس مش هتنسى ابدا، انت لازم دلوقتي تكون مستعد للطرد يا ناتسو. هو بيقول لهم شكرا ليكم، وبغيره بتقول له هو ساكاموتو ايه العظيم شكله عامل ازاي، انا بتمنى دلوقتي اللي انا اقابله وانا متحمسه جدا. صح انت ما قابلتوش قبل كده، ولكن انا اول لما بفتكر اسمه الندبه اللي على وشي دي بتوجعني، شكل كده ان ساكاموتو علم على وشه. ايه ده انت قصدك ان ساكاموتو هو اللي عورك التعويره دي؟ لا ما فيش اي حاجه، ده انا بس امبارح وقعت على وشي فعورها لي. يا عم ما تقول ما تخافش انا مش عايرك، تمام قبل سنتين انا خدت البشله ديت في وشي. وناتسو بيقول مع نفسه شين ساكاموتو انتوا دلوقتي في اعداد الموتى. بنروح لهم بقى ايه اللي بيكونوا خلصوا الاكل بتاعهم، بتقول لهم للمره الثانيه انتوا بتخفوا حاجه عني ولا اوعى صح تكونوا انتوا هفتانين، الاكل بتاع المطاعم برضو مش بيشبع. فهنا بتقول لساكاموتو انت مستمتع النهارده؟ فهو بيقول لها كله تحت الكنتريلا. فشين بيقول لها ما فيش اي حاجه يلا بينا نتمرجح، احنا دلوقتي في كميه الانشكاح. وساكاموتو عمال يهز في اللغد بتاعه. تمام طالما انكم دلوقتي في اتم الصحه بتاعتكم يلا بينا نروح نتمرجح. والثلاثه بيتجمعوا وبيقولوا طب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ من الصعب جدا ان احنا نهرب، والملاهي المساحه بتاعتها كبيره جدا يعني احنا ممكن يتهجم علينا في اي لحظه. بعد كده بتنادي عليهم وبتقول لهم احنا دلوقتي هنخش بيت الرعب. هم بيخافوا ولكن في الاخر بيخشوا، واول لما بيخشوا بيكونوا مرعوبين جدا. هم دول يا صديقي مش قتله مأجورين برضه ولا ايه؟ بتظهر لهم الممرضه ديت اللي بتقول لهم مرحبا بيكم في بيت الرعب، هنا الدكاتره بتكشف على المرضى بس بيموتوا، وديت المرشده. الثلاثه بيكونوا خايفين الا هانا اللي بتكون فرحانه، وشين قلبه عمال يدق بسرعه كبيره جدا. والمرشده بتقول لهم على فكره مفيش حد دخل بيت الرعب وخرج منه حي، علشان كده استمتعوا بالرحله بتاعتكم. وبنت ساكاموتو بتكون في كميه الانشكاح، ولو بقى اللي من كتر الخوف والتوتر بتطلع الازازه ديت وبتشرب منها. شين بيقول لها ده ايه ده؟ فهي بتقول له دوت دواء لتخفيف التوتر. وهم ماشيين كده ساعتها في واحد بيظهر من وراهم وشين بيحس بيه. اما بقى ايه اللي بيكون بيراقبهم؟ السفاحين اللي جايين علشان يشوفوا ساكاموتو. احنا دلوقتي في مزاج كويس جدا علشان كده هنمرح شويه في بيت الرعب.
اصدقائنا هم ماشيين كده ساعتها بيظهر لهم المجنون دوت ولو بتخاف جدا، اما اوي وبنتها بيكونوا فرحانين وهم بيقولوا فعلا المكان دوت كبير جدا ودوت اطول مسكن مسكون في اليابان بالكامل. شين بيقول لساكاموتو عيلتك سعيده علشان كده انت لازم تكون مبسوط. تمام بس ما تخفتش الدفاع بتاعك علشان ممكن يتهجم علينا في اي وقت. فبيقول له انت معاك حق، وبالفعل كلام ساكاموتو بيكون صحفي واحد بيظهر من ورا شين وبيهجم عليه بالسكينه ديت، ولكن دوت بيقدر ان هو يتفاداها، والمجنونين بيكونوا فاكرين ان دوت فعلا لعبه. بيكون خلاص هيسيب شين ولكن ساكاموتو بيتدخل وبيصد السكينه بتاعته من خلال المصباح اللي هو ماسكه. لو بتكون خايفه جدا وراه، وساكاموتو بيسيب الشخص دوت بضربه كده وبيخليه ما يتحركش تماما. وشين بيقول انت بتتظاهر بالضعف قدام مراتك، بس انت ذكي جدا علشان بتستخدم النقطه العاميه بتاعه مراتك علشان لما حد يهجم علينا انت تتصدى ليه. والشخص اللي هجم عليهم دوت بيكون مختال ولكن مبتدئ. لو هو دوت كل اللي عندهم فاحنا مش محتاجين ان احنا نقلق. صح انت معاك حق، ولكن اكيد عندهم خدعه كده هيستخدموها علينا. قبل ما نكمل عايزك تنزل تعمل لايك واشتراك علشان اغلبيه اللي بيتفرجوا مش مشتركين في القناه، وفوق كل دوت بيكملوا الفيديو للاخر. يعني انت مستخسر ليه فيا؟ لايك واشتراك، انزل يا صديقي اشترك واعمل لايك ويلا بينا نكمل. الاتنين بقى بيكلموا من ورا الشاشات وبيقولوا حركتك كويسه جدا يا ساكاموتو، ولكن انت لسه ما خرجتش كل اللي عندك. بولدو بيقول لها ما تتحمسيش قوي كده، وانا مش عايزك تعبسي معاه علشان فكره انك تهزري معاه هتكلفك حياتك. طب انت مش عايز تتخيل كده ان افضل قاتل مأجور بيقتلك؟ شعور اصلا لوحده جميل جدا. بتكمل كلامها وبتقول له ساكاموتو كان صديقك قبل كده صح؟ هو بيتضايق وبيكسر البوز بتاع الازازه دي بصباعه وبيفضل يشرب فيها، وبقول لها الاحمق دوت مش صديقي، انا مش هنسى اليوم دوت ابدا. وعلشان نعرف بقى ايه اللي مخليه يكره ساكاموتو كده بنرجع فلاش باك صغير في مؤسسه منطقه طوكيو، مدرسه تدريب المختلين. لما بولدو راح لساكاموتو قال له انت ساكاموتو صح؟ فهو بيقول له انا سمعت انك قوي جدا، وكل اللي موجودين هنا عمالين يتكلموا على ساكاموتو اللي بيخلص المهام بتاعته وبيرجع يتدرب. انا عايز اعرف انت كسبت القوه ديت ازاي؟ من التدريب يا حبيبي، هي محتاجه فكاكه. ساكاموتو بيبص له كده فبيقول له ما تقلقش انا مش جاي انتقم ولا حاجه، ومن نظرتك ديت انا عرفت انك بائس، ايه رايك تكون صديقي؟ اتعرف عليه يا صديقي علشان هو بائس وعلشان ساكاموتو بائس وبولدو بائس، الاتنين بقى عندهم حاجات متشاركه علشان كده بقوا اصدقاء. وسرعان ما الاتنين بداوا ان هم يتسكعوا مع بعض وهم قاعدين بياكلوا في المطعم دوت. بولدو بيقول له تعرف ان في العالم الخارجي اللي بعيد عن القتل وكده بيحتفلوا بحاجه اسمها عيد الحب. هو بيقول له يعني ايه عيد حب اصلا؟ النهارده عيد الحب، تخيل كده ان في بنت اموره جدا معجبه بيك بتديك شوكولاته، مش هتحس كده ان الموضوع جميل؟ وهم قاعدين كده الثلاث بنات دول بيخش عليهم والبنت دي بتقول لساكاموتو خد الشوكولاته ديت انا عملتها لك بنفسي. والبنات دول برضو بيكونوا مختلين ولكن من قسم الفتيات. بتكمل كلامها وبتقول له انا عملت لك الشوكولاته ديت من الرصاصات بتاعت عيار 22 من اللي انت بتحبه. بولدو هنا بيكون مبلول مكانه ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل. ساكاموتو بيروح يفتح الخزانه بتاعته اللي بيكون مليانه هدايا، وهم بيتمشوا كده نغموا بيقابل ساكاموتو بيقول له بص انا جالي كميه هدايا من الفتيات في قسم الاغتيال ملهاش اول من اخر. هو صح مين اللي جنبك دوت؟ ولا اعرفه. وبعد كده بيبص له كده باستحقار وبيقول له لو انت عايز شويه شوكولاتات روح خد الشوكولاتات اللي موجوده في الخزانه بتاعتي، ولا اقول لك خدهم كلهم. والاتنين بيتمشوا كده وبيكرفوا له. هو بقى ايه اللي بيكون في حاله كرب ملهاش اول من اخر، وبيقول لها هو دوت بقى كل اللي حصل، وانا كنت فاكر ان ساكاموتو من نفس النوع بتاعي ولكن طلع في الاخر مخادع. هي بتقول له يعني انت بتكرههم من مجرد سوء فهم؟ ده انت فعلا غريب اطوار، انت دلوقتي بتسعى وراه علشان تصفي الحساب القديم اللي دار ما بينكم صح؟ بنرجع بقى لاصدقائنا اللي لغايه دلوقتي عمالين يتمشوا في المستشفى، وبنعرف بقى ان الاشخاص اللي عاملين نفسهم زومبي دول اصلا دول مختلين وهم جايين يقتلوا ساكاموتو علشان ياخدوا الجايزه اللي عليه. وبتقول لهانا ينفع نروح دلوقتي؟ فهي بتقول لها لا انا عايز العب شويه. وتخيل بقى هي عايزه تلعب مع مين؟ ايوه المختلين، علشان هي شايفاهم ممتعين جدا. ايوه انا كده اتاكدت ان دي بنت ساكاموتو. لو من كتر التوتر بتطلع الازازه ديت وبتفضل تشرب فيها، وبنعرف بقى ان الازازه ديت اصلا مخصصه لعائله لو لما هم يكونوا متوترين يشربوا منها. شين بيقول لها يا كدابه انت بتشرب عصير عنب صح؟ وهم بيتكلموا كده في باب وراهم عمال يطلع في اصوات، هم ما بيكونوش فاهمين ايه الاصوات ديت، ولكن لو بدون اي تردد بتروح تفتح الباب وبيكون مليان بكميه ملهاش اول من اخر من المختلين. كلهم بيكونوا خايفين الا هي، شكلها كده اتعادت من هنا. المختلين طبعا ما بيضيعوش اي وقت وبيروحوا يهجموا على ساكاموتو، ولكن ساكاموتو بيتصدى ليهم وشين تم ابتلاعه من كتر المختلين. اما يوبا وبنتها بيكونوا اتخطفوا من المختلين. ساكاموتو بيكون لسه هيروح ينقذها ولكن بولدو بيجروا بيديله واحد حرفيا بيطيروه. بولدو بيقول لابو غيره روح نظف هناك، فهي بتقول له ما تأمرنيش فاهم ولا لا؟ ساعتها ساكاموتو بيرمي عليه الرخصه اللي هو خدها من جيبه، ولكن دوت بيتفاداها بس بيكون اتعور، وحرفيا الرخصه بتلزق في الحيطه. وساكاموتو بيقول له اتحرك
فاكرك؟ انت فاكرني صح؟ انا مش فاكرك، ابعد بقى عني علشان عايز اعرف عيلتي راحت فين. فبولدو بيتضايق منه، وشين بقى بيكون خلص على المختلين اللي بيكونوا بلعوه، وبغيره بتيجي عند شين بتقول له ايه ده؟ ما انت كوا هو ده، انت قدرت انك تخلص على المختلين ايه اللي كانوا بلعينك، بس انا برضو لسه ما اتاكدتش من قوتك. وبيكون وراها مختلين كتر جدا، وبتقول له باشاره واحده مني بس هخليهم يروحوا يقتلوك. شين بيقول لها انت مين وانت ايه اللي عايزاه مننا اصلا، بس ما بيلحقش يكمل كلامه علشان لو بتظهر وبتدي واحده وبغيره حرفيا فتاكه. وبعد كده بتقول لها تعالي لي ايتها العجوز الشامطه، انا هوريكي دلوقتي اسلوب الطيشي الخاص بيا. وشين بيقول هي دلوقتي استخدمت القبضه السامله صح؟ طبعا يا صديقي انت لو بتتفرج على افلام الكونغ فو الصينيه هتعرف الاسلوب دوت اسمه ايه. اكتب لي تحت في الكومنتات. وهي بتقول لها اللكمه بتاعتك كانت قويه ولكن مش هتاثر عليا. وساكاموتو بقى اللي بيقول للبولدو انا دلوقتي هوديك في رحله الى الجحيم، فبيعيط وبيقول له انا هخليك تفتكرني. للمره الثانيه بولدو بيقول لساكاموتو انت فاكرني؟ فبيقول له لا انا عايز اعرف فين عيلتي. بيكمل كلامه بولدو بيقول انا عايز اعرفك حاجه وهي اللي انا بالعافيه اصلا فاكراك. ساكاموتو بيتعصب وبيقول له جاوب على سؤالي. فبيقول له طالما انك ضيعت حاجه لازم تدور عليها بنفسك، انا مش امك علشان ادور لك عليها. ساكاموتو طبعا بيتضايق من كلامه دوت وبيروح يهجم عليه، ولكن دوت حدف عليه قنبله وبتفرقع فيه، بس ساكاموتو بيخرج منها ولكن في اي حاجه وبيروح يهجم عليه برجله، بس دوت بيكون تفاداها وبيطلع كور وبيحدفها على ساكاموتو. وبكده هو متحصر، والكور ديت ما بتكونش كور عاديه، يا دوب تلمس ساكاموتو هتفرقع. وبالفعل هو دوت اللي بيحصل، وساكاموتو بيكون مرمي على الارض كده. طبعا بولدو ما بيضيعش اي وقت وبيديله بنيه حرفيا بيكسر بالارض. وبغيره بتقول للوشين سمعتوا الصوت دوت؟ ايوه هم دلوقتي بداوا. فلو بتجيلها وبتقول لها انت بتبص فين ايتها العجوز الشامطه، وبتهجم عليها بس بتصدها وبتقول لها اللكمه ديت قويه بس مش هتاثر على واحده زيي. وبعد كده بتمسكها من شعرها وبتفضل تهز في دماغها، وبسبب الهز دوت هي بتدوخ وبتقع على الارض. على فكره انا اقدر ان انا اقتلكم في اي وقت ايها الفشله، بس انا عايز العب معاكم شويه. شين لسه بيكون هيفكر ولكن بيلاقي الاثنين دول من وراه ماسكينه، بيقول لهم انتوا هتعملوا ايه فيا؟ ولو بتكون مرميه كده ومش عارفه تتحرك تماما. وبولدو بتقول له شكلك كده انك محتاجه شويه تحفيز علشان تكوني جاده. والاثنين اللي مسكوا شين بيكتفوه وكمان بيقفلوا بقه. انا دلوقتي هحفزك له علشان تطلعي كل امكانياتك وتكوني مرعبه. والتحفيز هيجي من ايه؟ ايوه هي هتبدا دلوقتي تعذب في شين، والشخص دوت بيمسك الشنيور دوت. شكل كده ان يومك هيكون اسود يا شين. وبعد كده بتحط الساعه الرمليه ديت على الارض وبتقول لها القوانين بسيطه، كل 10 ثواني انت لازم تقومي وتهجمي عليا، وانت لو ما قدرتيش انك تسيبيني انا هديهم الامر وهخليهم يقطعوا شين. يلا ناقص 5 ثواني ما تقومي تهجمي عليا، انا عايز احس بالاثاره. وشين بقى ايه اللي عمال يعيط، ومره واحده لو بتعيط وبتقول لها انا مش قادر الا اعمل حاجه. وشين هنا بيفهم ان هي دلوقتي سكرانه خلاص ما بقاش غير 3 ثواني. وبولدو بقى اللي بيبص على ساكاموتو بكل استحقار وبيقول له انت بقالك 5 سنين متقاعد، وطبعا انا في ال5 سنين دول ما كنتش بلعب، انا قوتي زادت. وبياخد بعضه وبيمشي علشان فاكر ان ساكاموتو انتهى، ولكن دوت بيقوم من وراه وبيهجم عليه. بس بولدو بيكون لاحظه وبيطلع الكور اللي بتفرقع وبيحدفها في الحيطه، بتيجي لصت عكس على ساكاموتو. مفيش اي فايده انك تقاوم ضدي، الكنابل بتاعتي يا ساكاموتو هتنهي عليك، وفوق كل دوت لكمات الصاروخيه، يعني انت خلاص انتهيت. ولو حاولت تهرب مني انا اقدر ان انا اجيلك في اي وقت انا عايزه. وانت في حاجه انت غفلت عليها، فاكر اليوم لما كنا في مدرسه المختلين وانت ونغم وكنتوا قاعدين مع بعض وانا دخلت عليكم وقلت لكم اللي انا هلبس قفاز، وفي القفاز دوت انا هحط فيه ديناميت علشان استفيد من قوه الاندفاع اللي جايه من الانفجار. الموضوع رائع مش كده؟ فنغم بيقول له شكل كده ان الموضوع رائع، واللكمه ديت انا هسميها لك لكمه الصاروخ. فبيقول له لا انا هسميها اللكمه الخارقه. وساكاموتو بقى اللي بيكون قاعد وسطيهم كده ومش فاهم اي حاجه، وبيقول لكمه متفنجره ايه وصاروخيه ايه الهبل ده. ساكاموتو في الوقت دوت بيقوم تاني، بس دوت برضه بيهجم عليه باللكمه المتفنجره بتاعته، وبيقول له انت كنت بتنفذ المهام بتاعتك على اكمل وجه، وكانت البنات اللي في مدرسه المختلين كانوا بيدوك شوكولاته وبيحبوك، ولكن انا ما كانش حد بيعبرني. ولكن بص لحالتك دلوقتي انت بدون اي فايده، وهم لو شافوك بالحاله ديت هيقولوا عليك يا ضعيف. وانت عارف انا هقول عليك دلوقتي انت بدون اي فايده يا ساكاموتو، ومش هتقدر انك تحمي عيلتك. وبيدوا لكمه حرفيا صاروخيه بتطيره. الى اللقاء ايها الصديق العزيز القديم. وبيطلع السجاره بتاعته ويشرب فيها، ولكن هو فجاه بيحس ان في سكاكين بتغزه. ايوه صديقي علشان حس بساكاموتو اللي من ورا اللي بيقول انا دلوقتي
دلوقتي نزلت شوية دهون، استعد علشان انت هتموت. وهو بيكون حرفيا عمال يعرق وبيقول ايه الشعور دوت، انا حاسس كده ان جسمي بيتقطع من جوه. ساكاموتو بيكمل كلامه وبيقول له انا عارف كل التركيبة بتاعة الكنابل بتاعتك وانا فاكرك يا بولدو، وهنا الصدمة بتنزل عليا وعليك وعلى اي حد بيتفرج يا صديقي علشان ساكاموتو خس. وبيقول له من دلوقتي انا هطلع كل اللي عندي. لا بس اقف هنا، هو ازاي خس يا صديقي؟ اللي عنده اي تفسير علمي يكتب لي تحت في الكومنتات. ساكاموتو بيقول للبولدو انا اسف ولكن انا دلوقتي مستعد للقتال الحقيقي. القتال الحقيقي هيبدا دلوقتي. بيقول انا مش عارف انت استخدمت ايه علشان تخس بالطريقه ديت، بس برضه انت مش عندك اي فرصه علشان تهزمني، بس انت لو مصر انا هقتلك، وانت عايز تهزمني بسرعه علشان تروح تلحق عيلتك صح؟ بس انت مش هتخرج من هنا عايش. فبيقول له ما تقلقش انا هخلص عليك دلوقتي وانا واثق ان عيلتي بخير. فبيقول بوم، ساكاموتو بيظهر قدامه. انت لسه هتكمل كلامك؟ بيديله بنيه حرفيا بيخرم بالحيطه. خلاص ساكاموتو اتجنن، عيلته هي خط احمر. بنرجع بقى عند اوبوغيرو اللي عماله تهجم على لو. هي بتقول لها انا تعبانه سيبيني بقى. شين بيكون متكتف كده ومش عارف يعمل ايه، وساعتها بيفتكر كلام اوبوغيرو لما قالت يا لو انت لو ما هجمتيش عليا كل 10 ثواني انا هقطع شين. انا كنت فاكر نفسي اللي انا هموت اول لما قالت الكلام دوت، بس لو تعبانه جدا ومش قادره ان هي تواصل، وكل اللي هي بتعمله ان هي بتهرب من اوبوغيرو. اوبوغيرو بتقول لها هو انت هتفضلي تهربي مني كده مش هتقتليني ولا ايه؟ انت عارفه كل 10 ثواني لو ما هجمتيش عليا انا هقطع شين. بس ساعتها لو بتلف لفه كده وبتخبط الشعر بتاعها في عينيها. انا دلوقتي صبتك سيبيني بقى ارتاح في ال10 ثواني دول. شين بيقول لها خد الموضوع على محمل الجد انا هموت. اوبوغيرو بتعدل نفسها وبتقول لها الهجمه ديت كانت قويه بس انت دلوقتي في اعداد الموتى، وبترفع رجليها وبتنزلها على جنب له حرفيا بتكسر بها الارض. شين خاف عليها جدا. اوبوغيرو بتفتكرها خلاص ان هي اتهزمت ولكن ديت ما اتهزمتش، وبتقول لها الهجمه ديت كانت قويه جدا بس انا مش هتهزم بالهجمه ديت علشان انا لازما احمي شين. اوبوغيرو هنا عرفت ان هي دلوقتي سكرانه على الاخر، بس برضه هي ظريفه. بتروح تهجم عليها برجلها بس بتتفاداها، بتهجم عليها تاني بس برضه بتتفاداها. قبل ما ال10 ثواني يخلصوا بثانيه واحده هي بتديها بالرجل في وشها. اوبوغيرو بتقول واو ده انت فعلا قويه، بس انت كل الوقت دوت ما كنتش بتقتليني بجديه صح؟ فهي بتقول لها بس صح يا لو انت جات لك اكتر من فرصه انك تقتليني، اللي ما بيخليكيش تقتليني. فهي بتقول لها انا ما بقتلش وديت قوانين عيلتي. شين هنا فهم ان هي بتتبع دلوقتي قوانين عائله ساكاموتو. ايه قوانين عيلتك ديت؟ انت مش عايزه تقتليني، لو انت مش هتقتليني انا اللي هقتلك. بتقول لها هي ديت القوانين اللي انا لازم نلتزم بيها. شين والرئيس واوي وهانا هي ديت قوانين عيلتهم، وانا لازم اتبع قوانين العيله ديت علشان دلوقتي واحده منهم. هي بتهجم عليها برجلها وبتقول لها انت مالكيش اصلا اي صله بعيله ساكاموتو. عيله ساكاموتو متكونه من 3 افراد، يعني انت مش من العيله اصلا. فهي بتصد رجلها وبتقول لها انت غبيه، انا لسه جايه لليابان من فتره قصيره ولكن انا اتعلمت حاجات كتيره جدا، وانا لما كنت شغاله في محل ساكاموتو هانا قالت لي ان انا هكون موظفه رئيسيه في السوبر ماركت. وبغيره بتقول لها ايه الهبل اللي انت بتقولي ده، انت غبيه فعلا. فهي بتتحول عليها وبتقول لها انت ازاي تتجرأي انك تناديني بالغبيه، وبتدوس على رجليها. وهي دلوقتي اتحولت من اسلوب السكران العادي للسكران الغضبان. حتى ابوغيرو حست بقوتها، هي مش عارفه تحرر رجلها منها القوه الهائله ديت، ولكن انت لسه هتفكري دي بتظهر قدامها وبتديها بنيه في وشها. بس بيتضح يا صديقي ان اللكمه اللي لو هجمتها عليها كانت بالراحه جدا، وكل دوت علشان هي فاقت. وبتقول ايه ده، هو انا كنت بعمل ايه؟ انا راسي وجعاني جدا في ايه؟ وابوغيرو مش فاهمه هو ايه اللي حصل لك. بتبص على شين وبتقول له ايه ده، هو مين مكتفك، هو ايه اللي بيحصل اصلا؟ شين بيقول بنت المجنونه ديت حرفيا هتودينا في داهيه، بس انت جايه في الوقت دوت تستعيدي وعيك، طب كنت خلصت عليها الاول. وبغيره من وراها بتقول لها انت ازاي تتجرأي انك تكبحي قبتك عليا، انت عندك شويه جرأه. هي بتقول لها انا مش فاهمه انت قصدك ايه، انا مش فاكره اخر واحد وصلني للمرحله دي كان من امتى، انت اتمديتي جدا. ولكن وفجاه يا صديقي بتجري فيها وبتمسكها وبتقول لها انت فعلا جامده. شين ولو مش فاهمين ايه العبيطه اللي بتعمله دوت، هي بتحضنها وبتقول لها انت فعلا قويه، انت مثيره للاهتمام. شين عمال يصرخ وبيقول في حد يفهمني، وبعد كده بتقول لها خلينا نتقاتل مره ثانيه. فهي بتقول لا 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 انسي. بنرجع بقى للمدعكه مره ثانيه. ساكاموتو اللي بيدي واحده البولدو برجله في وشه، بيخليه ينزل دم من مناخيره ومن بقه، بيقول شكلي كده ان انا هفقد الوعي، ولكن لا انا مش هخسر قدامك يا ساكاموتو. وبيهجم عليه بايده اللي فيها متفنجرات، بس انت فاكر ان ساكاموتو هتاثر فيه؟ قولها معايا يا صديقي. لا لا والله ده بيخبط ايده في الايد اللي فيها الانفجارات وبيكسر آلة الانفجارات ونازل ضرب فيه. ايوه هو ده ساكاموتو، اعظم مختال على الاطلاق. بولدو ما بيكونش عارف يعمل معاه اي حاجه، في الاخر بيرمي عليه الكور اللي بتفرقع بتكون خلاص هتلمس ساكاموتو، بس دوت بيمسكهم في لمح البصر وبيدهم له في وشه ببنيه حرفيا بتجيب اجله. وهو بيقول انا مش فاهم ازاي ساكاموتو يكون بالقوه ديت، ده انت
قائد حتى. ساكاموتو بيقول له بولدو انت فعلا قوي ولكن انت مش ند ليا. انا في الماضي استعملت قوتي لاذية الناس صح، ولكن انا دلوقتي قررت ان انا استعملها علشان احمي اللي انا بحبهم، وهو دوت اللي خلانا تقاعد، وبرضه هو دوت مصدر قوتي. وبيهجم عليه وبقى في المرجحة ديت بنشوف اتنين بيقولوا ايه المنظر الجميل دوت، ده فعلا المنظر من المكان المرتفع دوت جميل جدا، وبيكونوا خلاص داخلين في الحته الخطر، ولكن ساكاموتو وبولدو بيخبطوا في المرجحة اللي تحتهم بالظبط. هم بيكونوا مستغربين ايه الانفجار اللي حصل دوت، وعلى الرغم ان الاتنين كانوا بيتقاتلوا من شويه ولكن الاتنين دلوقتي حاطين رجل فوق رجل والتاني بيولع سجارة. دوت الدخول بتاعهم مش عادي يا صديقي. ساكاموتو انت كنت عارف اللي انت كنت محق، انت فعلا راجل قوي جدا وانا اخطأت في حقك. وعند هانو اوي ايه اللي اخيرا بيفوقوا بيقولوا ايه ده، هو احنا فين، هو احنا نمنا ولا ايه؟ بتبص على لو شين بتلاقيهم في حالة يرسلها، ساعتها شين بيفتح عينيه ولو عمالة تشخر، هي بتقول لهم هو فين ساكاموتو؟ وعند ساكاموتو وبولدو بقى اللي بينزلوا من المرجيحة اللي كسروها من شوية. الاشخاص اللي وراهم مستغربين هم ازاي لغاية دلوقتي قادرين ان هم يمشوا على رجليهم، هم دول بشر اصلا. ساعتها البنت دي بتنادي على بولدو ولكن هو بيقول لها انت مش شايفاني انا مصاب، انا لازم دلوقتي اروح اتعالج. فهي بتقول قبل ما تروح تتعالج اديني حق المرجحة اللي انت لسه مكسرها من شويه. هو بيكون مصدوم وفي الاخر بيدفع حقها، وبعد كده بيروح لساكاموتو وبيقول له انت نلت مني المره ديت، انا مش هعبس معاك مره تانية. ولكن دوت الصديق مطنشه وبيروح يطلب اكل وبيبدا ان هو ياكل فيه. يا عم انت بيسمعني انا بقول ايه، بص لي حتى. ولكن بيطنش الحوار وبيبص على اكل ساكاموتو وبيقول له شكلها كده طعمها حلو، ايه رايك تديني واحده؟ فبيقول له خد. بيبدا ان هو ياكل فيها وبيقول له انا اسف اللي انا خدت من حصتك، فبيقول له ما تشغلش بالك. بعدها بيقول لساكاموتو انت فعلا راجل عظيم علشان انت بتهتم بعائلتك للدرجه ديت. فهو بيقول له انت عايز ايه يعني من الاخر؟ بيقول له اللي انا برمي ليه، انت هتعمل ايه بشان الجائزه اللي على راسك؟ زي ما انت عارف المختلين مش هيسيبوك، وخصوصا منظمه المختلين اول لما يعرفوا اللي انا وابو غيره ما قتلناكش هم هيسعوا وراك اكتر من الاول. فهو بيقول له انا عارف، بس ساعتها ساكاموتو بينصدم علشان اوي بتظهر قدامهم وبتقول لساكاموتو هي ايه الجائزه اللي على راسك ديت؟ هو حرفيا بيفتح بقه 20 متر. ابو غيره بيقول له شكلي اللي انا كده طينتها صح. وبعد كده بيروحوا يقعدوا في المطعم دوت شي وساكاموتو وبولدو بيكونوا قاعدين قدامها كده. لو بتقول لهانا تعالي نروح نلعب، فيها بتقول لها قبل ما نروح نلعب انا عايزه غزل بنات. ابو غيره بتكون قاعده كده وبتبص على هانا وبتقول طالما انك عارفه انت عايزه ايه انت هتكوني امراه قويه جدا. بتشرب العصير بتاعها وبتقول يا ساكاموتو كانت في جايزه على راسك وانت ما قلتليش والمختلين بيسعوا وراك، ايه اللي ما خلاكش تقول لي؟ بولدو ساعتها بينقذ الموقف وبيقول للأوي زي ما انت عارفه ساكاموتو ما بيقدرش ان هو يوصل مشاعره للشخص اللي قدامه، علشان كده ساكاموتو قرر ان هو ياخدكم للملاهي علشان تحظوا بيوم ممتع جدا. ان هو ما كانش عايز يشغل دماغك ان في مختلين بيسعوا وراه. فهي بتقول له طب مين اللي بيسعوا وراه دول؟ وانت مين اصلا علشان تدافع عن ساكاموتو؟ انا اسمي بولدو وانا قاتل محترف. فهي بتقول له يعني انت مختال صح؟ وانت كنت جاي هنا علشان تقتل جوزي، ده انت يومك اسود. فهو بيقول لها انا اسف سيدتي انا مش هقتله خلاص ارحمينا. ساكاموتو هو انت كنت فاكر ان انا مش هلاحظ ان في مختلين فعلا كانوا بيسعوا وراك؟ فهو بيقول لها انا اسف بس انا ما كنتش عايزك انت وهنا تقلقوا. ساكاموتو انت ما نسيتش حاجه صح؟ وبتطلع دفتر العيله بتاعتهم، قوانين عيله ساكاموتو الماده 12 كتمان السر ممنوع. ساكاموتو بيكون مصدوم وفاتح بقه وشين بيقول له انت ما قلتليش يعني عن القانون دوت. فبيقول له اخرس بقى. في الاخر وي بتقول لساكاموتو اتصرف انت وكفايه هروب. وبكده انتهى الحديث بتاعنا، وبتاخد ساكاموتو وبنتها وبيتمشوا كده يلا بينا علشان نروح للعرض. فهو بيقول لها تحت امرك انا بطاطا تحت رجليكي. بولدو بيقول لشين على فكره مرات ساكاموتو ديت فعلا قويه جدا. بعد ما بيوديها على العرض اللي هي كانت عايزه تروح ساكاموتو بيقف مع شين وشين بيقول له احنا ازاي هنتعامل مع الجايزه اللي على راسك ديت يا ساكاموتو؟ فهو بيقول له احنا لازم نرفع الجايزه ديت. فهو بيقول انا مش فاهم هو دوت ممكن اصلا؟ فبيقول له انا اصلا لازم نحسب الموضوع من البدايه. بس ابو غيره بتقول له احنا ما نعرفش مين اصلا اللي بيحط الجوائز ديت على المختلين. بعد كده بولدو بيقول انا لسه فاكر دلوقتي الزعيم قال لي انا لازم نتصل بيه. فشين بيقول له خد التليفون هو يا عم ورن عليه واساله ايه سبب الجايزه اللي على ساكاموتو ديت. وساكاموتو بيقول كويس جدا انا دلوقتي رايح علشان اشوف ايه الزعيم منظمه دون تيكو. فشين بيقول له تمام بس هو فين اصلا؟ بولدو وابو غيره انتوا ما تعرفوش هو فين ولا ايه؟ فهم بيقولوا له ولا نعرف هو فين، بس تقريبا هو في المقر بس فين بالظبط احنا ما نعرفش. شين بيقول لهم انتوا فعلا عدام النفع مفيش من ميتين ابوكم اي حاجه، ما تعتمدش علينا في كل حاجه، احنا هنعمل لك ايه يعني؟ ودوت كلام بولدو. بعد كده ساكاموتو ما بيديش للموضوع اي اهميه وبيقول
انا هفكر بعد ما نخلص اليوم الممتع دوت. وبوغيرو وبولدو بيودعهم، وبعد فتره بقى صديقي بنشوف ساكاموتو تخن من اول وجديد، وبنعرف بقى ان هم دلوقتي في مدينه شينجيكو، والشين بيقول انا بقالي كتير جدا ما جيتش هنا، ولو بقى صديقي مستغربه زيها زينا ان ازاي ساكاموتو قدر ان هو يستعيد الوزن بتاعه بالسرعه ديت. وساكاموتو بيقول كويس جدا ان بولدو وبوغيرو ما كملوش قتال معانا علشان الموضوع ساعتها هيكون سيء جدا. وبعد كده بيخشوا للحاره الضيقه ديت، ولو بتقول احنا رايحين فين، فشين بيقول لها ما تساليش كتير واتبع السيد ساكاموتو. هي بتشوف القطه ديت بتبدا ان هي تلعب معاه، شين بيقول لها خلصي. وبعد ما بيخشوا من الحته الضيقه ديت ساكاموتو بيقول لهم احنا هنخش المحل دوت. شين بيقول له ده متجر افلام، احنا ايه اللي جابنا هنا؟ فبيقول له ما تسالش. وبعد كده بيخشوا للمحل، فشين بيقول له انا فهمت دلوقتي، انت جايبني هنا علشان نتفرج على الفيلم بتاع عصابه دونتيكو علشان نعرف الاشكال بتاعتهم والامكنه اللي هم بيستخبوا فيها، صح؟ فهو بيقول له اخيرا فهمت يا فهيم. فبقول له انا كنت عارف اصلا المكان دوت شكله مريب جدا، واحنا كده كده في 2025 مين اللي هيجيب شريط علشان يتفرج على فيلم؟ ساكاموتو بيقول للبنت ديت فين غرفه العرض علشان نشغل الفيلم، فهي بتقول له هناك، وبالفعل بيشغلوا لهم الفيلم. بنتفرج بقى على المقدمه بتاعت عصابه دونتيكو. اول حاجه منظمه دونتيكو، منظمه متكونه من 50 مغتال محترف، وبتبدا قصتنا مع مغتال واحد. مش عايز اطول عليك يا صديقي في الفيلم الطويل دوت، ولكن في الاخر بيخلص. وشين بيقول احنا عرفنا دلوقتي مكان المقر بتاعهم. من كتر ما الفيلم ممل جدا ساكاموتو بينام، اما بقى بالنسبه له الفيلم دوت كان جميل جدا ومؤثر جدا. اما شين بقى اللي بيقول احنا عرفنا دلوقتي هم هيكونوا فين، ولكن برضه فعلا منظمه دونتيكو ديت فيها فريق انتاج حرفيا خرافي جدا، وشكله كده نسي ان هم في مهمه. بعد كده بيخرجوا من الفيلم، وبنعرف ان التذكره بتاعت الفيلم دوت ثمنها 760,000 ين. شين بيقول المبلغ دوت كبير جدا، بس ساكاموتو بيقول انا هدفع. شين بيقول لساكاموتو شكلنا كده مش هنتعشى، فهو بيقول له ما تقلقش انا معايا مدخرات من الماضي. بعد كده الشخص ده بيقول لساكاموتو انت بتواجه شويه مشاكل في الايام ديت، ايه شكلك كده رجعت لعالم الاغتيال مره ثانيه ولا ايه؟ فهو بيقول له لا دي مجرد مهنه عشوائيه. فهو بيقول له انا مش فاهمك يا ساكاموتو، ولكن برضه خلي بالك من نفسك علشان ممكن يظهر لك شويه اصدقاء من الماضي. هو بيقول له انت قصدك ايه؟ فبيقول له الفيلم دوت لسه ما نزلش، اول لما ينزل انا هقول لك على كل التفاصيل. والثلاثه بياخدوا بعضهم وبيخرجوا من المحل، وبيوصلوا عند مقر منظمه دونتيكو. ساكاموتو بيقول لهم قبل ما نخش احنا عايزين نتجنب القتال على قد ما نقدر، علشان كده بيقرروا ان هم يتنكروا. ديت مهمه تسلل. لو بتقول لهم طب فين لبس انا؟ انتوا لبستوا وانا فين انا؟ بنخش بقى المقر دونتيكو، بنشوف الاثنين دول بيتكلموا. واحد بيقول للتاني انت سمعت بشأن العمل اللي دونتيكو بيعملوه؟ فهو بيقول له انا سمعت، هم عايزين يختلوا ساكاموتو صح؟ وعلى فكره الجايزه على دماغه حرفيا كبيره جدا. وساكاموتو وشين هم الاثنين بيكونوا فوقيهم بالظبط. الشخص ده بيكمل كلامه وبيقول انت معاك حق، ولكن احنا مش هنقدر اللي احنا نتعامل مع ساكاموتو اصلا، احنا لسه مستجدين. فالتاني بيقول له انت معاك حق، بس انا سمعت صح ان بولدو اتهزم على ايد ساكاموتو. بيقول له انت بتتكلم بجد؟ ساعتها الشخص دوت اللي بيتكلم بيلاقي حبل بينزل على دماغه، ودوت بيكون من شين. التاني بيتكلم وبيقول له احنا مش لازم نبحث عن المشاكل، بس انت بتتكلم مع مين يا حبيبي؟ شين جابه على الارض. التاني لسه بيكون هيستوعب، ولكن ساكاموتو بيمس على قفاه بيخليه يغمى عليه. وشين بيقول احنا كده تسللنا، وبيقلعوا الهدوم اللي هم كانوا متنكرين فيها. لو بتقول لهم انتوا اللي خلاكم ترموا الهدوم اللي انتوا متنكرين بيها؟ شين بيقول لها الهدوم دي تقيله جدا واحنا حرانين صراحه. فهي بتقول له خلاص فين زعيم دونتيكو؟ فبيقول لها خلاص بقى احنا متسللين، وانت شفت الفيلم وكنت متاثره بيه، يعني انت اكيد عارفه الزعيم فين. الزعيم في الطبق العلوي، والطريقه الوحيده اللي هتخلينا نقدر ان احنا نوصل للزعيم هو المصعد، بس في اتنين بيحرسوه، واحنا علشان نقدر ان احنا نطلع لازم نخلص عليهم. فلو بتقول لهم احنا لو خلصنا عليهم احنا كده هنجذب الانتباه، يبقى احنا هنطلع ازاي؟ انت ما شفتيش الفيلم ولا ايه؟ في الفيلم علشان نقدر ان احنا نطلع للطبق العلوي لازم نوصل للطبق الثامن، وبعد ما نوصل للطبق الثامن اخر دورين احنا هنتسلقهم. ساكاموتو بيقول الخطه دي كويسه جدا، يلا بينا نبدا ننفذها. وبعد كده بقى بنروح للمختل دوت اللي بيكون في الحمام وبيغسل ايده. بعد ما بيغسلها بينشف ايده، ولكن ساعتها بيلاحظ حاجه كده، فبيروح يفتح الشباك دوت علشان يشوف في حاجه ولا مفيش. بيطلع المسدس بتاعه وبيفتح الشباك، بيجي يبص بس ما بيلاقيش اي حاجه، ولكن ساكاموتو بيكون من فوقيه وبيكهربه. الشخص ده بيقع على الارض من هنا، وساكاموتو بيخش، ولو ما بتتوصاش وبتروح تكتفه، حرفيا بتربطه يجي 600 ربطه. وشين بيقول كويس جدا ان الشخص دوت هبل، علشان لو كان قاوم انا كنت هقتله بالمسدس دوت. والثلاثه بيخرجوا من الاوضه وبيكملوا في طريقهم، وشين بيقول لساكاموتو الموضوع ماشي لغايه دلوقتي زي ما احنا مخططين. بس ساعتها ساكاموتو بيفتكر كلام الراجل بتاع محل الافلام لما قال له انت هتقابل شويه اصدقاء قدامى، علشان كده خلي بالك. وهو بقى اللي ما بيكونش عارف يعمل ايه. بنرجع بقى صديقي قبل 5 ساعات من كل اللي بيحصل دوت في البرج الابيض، والشخص دوت بيقول للنغم وانت قابلت ساكاموتو مش كده؟ فبيقول له ساكاموتو صح ساكاموتو، انا بقالي كتير جدا ما شفتوش. فبيقول له ما تستغبنيش، انا عارف انك قابلته، ولا انت عايز تموت يلا؟ بس مش مهم ده كله، كده كده السيد هيكون هنا قريب.
بس يا نغمو انت لو استخبتني حرفيا انا هقتلك، انا مش بثق فيك اصلا. فنغمو بيكلمه بكل برود وبيقول له شيل الشوكه ديت من وشي علشان الشوك ديت احنا بناكل بيها. فالشخص دوت بيتكلم وبيقول لازم الواحد يتعلم ازاي ان هو يسترخي ويحافظ على هدوءه، لو مش عارف يحافظ على هدوءه يشرب شويه ميه او يعمل اي حاجه. البنت ديت بتقول له انت معاك حق بس صح انت مش تاكل اكلك ولا ايه؟ فهو بيقول لها لا انا شبعت. وساعتها بينادي على كبير الطباخين، هو بيقول له انت عايز ايه؟ ولكن دوت بدون اي تردد بيرزع السكينه ديت في دماغه. انت ازاي تجرأ انك تحط شويه بصل في الاكل بتاعي؟ والبنت ديت بتكون مستمتعه جدا. وشكلهم كده صديق حرفيا ان المختلين دول مختلين عقليا بمعنى الكلمه. ساعتها العجوز دوت بيخش عليهم وبيقول لهم انا اسمي إربا وانا اللي بنظم اتصالات المختلين، انا ليا الشرف اللي انا قابل المختلين المحترمين دول. بس صح هما فين بقيه الاعضاء؟ انتوا مش كاملين ليه؟ الشخص دوت بيقول له في 4 لغايه دلوقتي ما وصلوش بس اكيد هيوصلوا في الاخر يعني. فالشخص اللي قتل كبير الطباخين بيقول هو الموضوع محتاب بالنسبه للثلاثه بس في واحد لغايه دلوقتي لسه ما وصلش، تاكامورا مش متعود ان هو يتاخر كل الوقت دوت. فنغمو بيقول له اكيد تاكامورا كان مشغول، فبيقول له يا عم مشغول ايه دوت اكيد بيلعب انا عارفه من بدري. ساعتها العجوز بيبدا ان هو يتكلم وبيقول لهم خلينا دلوقتي نخش في الجد، انا دلوقتي هقدم لكم مهمتكم الجديده كونكم الخط الدفاعي الاول للمجموعه. مؤخرا في قاتل مجهول بدا ان هو يقتل في المجموعه بتاعتنا، قتل اكتر من 30 مختل مننا حتى الان، وبسبب ال 30 حادثه اللي حصلت ديت احنا كده خسرنا 300 مليون ين. والجامعه بتطلب منكم انتوا ال8 انكم تتكفلوا بالموضوع دوت بسرعه وتخلصوا على المختال اللي عمال يقتل فينا باسم المنظمه، انتوا لازم تخلصوا عليهم. بنرجع بقى للحاضر وعند ساكاموتو وشينو لو هم عمالين يجروا كده لغايه دلوقتي وهم بيقولوا احنا دلوقتي وصلنا للطابق العاشر ولكن اللي احنا مش سامعين اي صوت. سيد ساكاموتو اكيد في حاجه غريبه، لو بتكون خايفه جدا وشين بيحاول يهديها وفي الاخر بيوصلوا عند الباب اللي وراه زعيم منظمه دينتيكو. بيكونوا واقفين كده وبياخدوا حذرهم وبيزقوا الباب، وهنا الصدمه بتنزل على ساكاموتو وشين. ايوه المختلين كلهم اللي في منظمه دينتيكو ميتين، واللي عمل كده بيكون مين؟ ايوه نغمو اللي بيقول لساكاموتو مرحبا بيك. مرحبا ساكاموتو. نغمو انت ايه اللي بتعمله هنا؟ اسف انت مسكتني متلبس. شين بيقول له نغمو انت ايه اللي بتعمله هنا بجد؟ وايه المجزره اللي انت عاملها حوالينك ديت؟ كل ما في الموضوع ان دول نخبه عصابه دينتيكو بما فيهم الزعيم وانا قتلتهم بنفسي. شين وساكاموتو ما بيكونوش مستوعبين الكلام، ولكن دوت ساعتها بيطلع السكينه ديت وبيقول لساكاموتو انا اسف ولكن انت لازم تموت. ساكاموتو لسه يستوعب الا ان دوت بيختفي وبيظهر من جنب شين. شين بيحاول يقاوم ولكن دوت بيحط السكينه على رقبته، بس بعدها بيسيبه وبيقول له انا اسف انا كنت بهزر معاك يا عم، ايه رايك في الحيله بتاعتي؟ انطلت عليك ولا ايه؟ شين ما بيكونش فاهم الشخص دوت ردود فعله سريعه ازاي بالدرجه ديت. وساكاموتو بيقول يا نغمو انت فعلا مخادع. بعد كده شين ولو هما الاثنين بينزلوا ضرب فيه وبيقولوا له ايها المخادع انت ايه اللي جابك لحساب الدينتيكو؟ اكيد في حاجه انت كنت جاي هنا تصفيها معاهم، بس انت ايه اللي خلاك تقتلهم؟ وشين بيقول لغايه دلوقتي انا مش عارف الشخص دوت بيفكر ازاي. ساكاموتو بيقول لنغمو هي في حاجه انت مخبيها عني؟ فبيقول له بيقول له في الحقيقه في شخص كده مجهول عمال يقتل في المختلين الاحترافيين في الاوان الاخيره، وانا جيت هنا عند حساب الدينتيكو علشان الاقيه واقتله ولكن هو مش موجود ما بينهم. شين بيقول له المختلين بيختلوا بعضهم. طب ايه الغريب في الموضوع؟ بيقول له علشان فكره ان مختال يقتل مختال تاني مش منطقيه، واحنا كمختلين ما بنقتلش بعضنا، ولو مختال قتل مختال ممكن نقول عادي، بس الفتره اللي فاتت في 30 مجموعه من المختلين ذو الروابط العميقه ابادوا كلهم، والشخص المجهول دوت قضى على اكتر من 100 مختال محترف في خلال شهر واحد، وشكله كده عايز يوصل رساله لاتحاد المختلين. ساكاموتو وشين ما بيكونوش فاهمين ازاي يقتل اكتر من 100 مختال، العدد دوت حرفيا خرافي، وعلى طول لما كان بيقتل المختلين كان بيسيب علامه اكس، علشان كده احنا سمينا المختال المجهول دوت اكس. ساكاموتو بيقول لنغمو هي منظمه اوردو دخلت في القضيه ديت، فبيقول له لو بتقول لنغمو هي مين اوردو ديت؟ انت ما تعرفيش ولا ايه؟ اوردو ديت عباره عن قوه خاصه تابعه للاتحاد، دول فرقه من نخبه المختلين في العالم بالكامل، ودورهم هو الحفاظ على نظام عالمي الاغتيال، والاتحاد لما بيقرر حاجه احنا بننفذها بدون اي كلمه. وعلى فكره يا جماعه ساكاموتو كان في المنظمه ديت بس هو دلوقتي متقاعد. لو بتنصدم وبتقول له يعني انت كنت في المنظمه الخطيره ديت، وشين بيقول انت ما قلتليش ليه؟ بعد كده بيكمل كلامه وبيقول له يا ساكاموتو على كل حال انت لازم تخلي بالك من الشخص المجهول دوت اللي اسمه اكس. شين بيقول له احنا دلوقتي مش مختلين احنا تقاعدنا، فايه اللي هيخلينا نخاف من قتل المختلين؟ لو بتقول له الحيوان دوت بيتكلم صح، احنا دلوقتي بنفكر في
الجائزه اللي على ساكاموتو، فاحنا اصلا مش عندنا وقت نتعامل مع المجهول دوت اللي اسمه اكس. شين بيقول هي شافت كل الجثث ديت ومش متاثره باي حاجه خالص. نغمو بيقول لهم انا مش عارف حاجات كتيره عن اكس، ولكن انا هقول لكم حاجه واحده، عمليات القتل بدات في نفس الفتره التي وضح فيها المكافاه على راسك يا ساكاموتو. انت مش حاسس ان في حاجه غريبه ولا انا لوحدي اللي حاسس؟ وبعد كده بقى بنروح للشخص دوت اللي بيكون ماسك الكتاب دوت اللي بيكون عن الرسم، وده بيكون مين؟ ايوه اكس، اللي بعد ما بيخلص على المختلين الكتار دول اللي بيكونوا مرمين على الارض كده وشكله كده ان هو قتلهم بدون اي رحمه، بيرسم علامه اكس وبول دلوقتي التوازن اختل. فهل يا ترى ساكاموتو هيقدر ان هو يتصدى للمختلين، وهل اكس دوت هيقدر ان هو يقتل ساكاموتو؟ كل ده واكتر هنعرفه الفيديو الجاي. فكل اللي عليك انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس علشان اول لما ينزل يجي لك على طول. وقبل ما تخرج شوف الفيديو دوت ودمتم سالمين. سلام.